أحباء الرياضة مشاهدي قناة حنبال الفضائية التونسية، أهلا وسهلا بكم من أرض مصر، أرض الكنانة، أرض الفراعنة. أكيد في مصر هناك حركية ثقافية وفنية وأيضا رياضية. ما دمنا في قناة حنبال في برنامج الانترفيو سنتحدث كالعادة في الرياضة، وضيفنا اليوم ولأول مرة سنصور وسنكون خارج تونس. ضيفنا اليوم هو المستشار مرتضى منصور. المستشار مرتضى منصور هو الملاك أم الشيطان في الكرة المصرية. كلام كثير يقال عن هذا الرجل، تصريحات قوية، تصريحات مثيرة، وأكيد حوارنا اليوم سيكون أكثر إثارة. سنفتح كل الملفات، سنطرح كل التساؤلات عن الزمالك، عن السياسة، عن الرياضة، عن كل ما له علاقة بالشأن الرياضي والشأن السياسي والشأن العام في مصر. أدعوكم وأدعو كل مشاهدي ومتابعي قناة حنبال من خارج تونس إلى اكتشاف أهم ما سيقوله المستشار مرتضى منصور في هذا الحوار الحصري على قناة حنبال. على قناة حنبال الفضائية التونسية. أول مرة قناة حنبال من خلال برنامج الانترفيو تستضيف شخصية رياضية خارج وتصور معها خارج تونس. يا بيه بشكرك ومرحب بيك. شعب تونس الخضرة الجميلة، واحنا بنحب التوانسة، بنحب البلد، بلد لها تاريخ. شوف الكروان عندكم بالتاريخ بتاعها، عاصمة الأغاني بالظبط كده. بلد طول عمرها بلد مسالمه وهاديه. اتمنى ان شاء الله باذن الله تونس ترجع خضره تاني. واحنا طبعا متابعين بعض الاحداث اللي بتحصل عندكم في البلد، بعض التفجيرات والارهابيين. والارهاب دي لغه للاسف الشديد بقت لغه عالميه، واخد بالك؟ مفيش دوله نجت منها. لكن الدول الاسلاميه زي تونس زي مصر للاسف اللي بيتقتلوا في البلاد دي بايد اسلاميين، بيشوهوا صورة الاسلام. واللي بعدها مشكوره سيادتك مقفوله، الفكره اللي بتاعت الحرب اللي في النص بس. طب افتح لنا مشكوره حتى ايه محتاجه نقعد فيها. وتقعد فين فيها؟ بقولوا لي ممنوع ساعتها. محدش قال لك ممنوع يعني انا مش ممنوع ساعتها، مش كده مع الباشا كده يعني هذا خلينا نحط الامور يعني في اطارها. سعاده المستشار، انت هكا تلقائي يقولوا لي انك تجي تتواصل مع الناس، تلتقي بالناس، تاخذ الملاحظات وتلاحظ بعض الاشياء. بالظبط. شوف النادي ده انا ماكش في برج عاجي يعني. انا هوريك. لا خالص، ما عنديش برج العاجي ده. انا كنت رئيس نادي من سنه 2005. نعم. دولة لمده 8 اشهر. من شهر 4 2005 ل 12 2005. اوكي. مجلس الاداره بتاعي اتحل، وقع حلهم بقرار من وزير الرياضه يعني. ايام كان حسن صقر ابن نادي الزمالك. نعم. اللي كان نازل ضد الانتخابات وسقط في النهايه، كان نائب ونائب قبل ما يبقى رئيس. كان ليا وجهه نظر فيه وفي رئيس الوزراء اللي كان جايبه اللي كان صديقه اللي هو احمد نظيف. فحل مجلس ادارتي، رفعت قضيه في المحكمه، رجعت في شهر 4 2006. قعدت شهرين وجمد نشاطي على زعم ان انا حطيت جزمتي جنب كاب مندوب رئيس الجمهوريه وقت كاس اهلي الزمالك. خدت حكم، رجعت في 14/8. 14/8 حل مجلس ادارتي. ساعتها في مجلس التعيين ممدوح عباس اللي جايب التعيين ثم جيب التزوير، المحكمه تزور الانتخابات مع كمال درويش. لا ما كانش كمال درويش. كان هو ممدوح عباس. عملوا انتخابات 2009 زورت، الشرطه اقتحمت النادي وضربت الناس اللي هم اعضاء النادي وزوروا له الانتخابات. انا عايز اشوف النادي الفتره اللي فاتت احنا عاملين له متحف هنا تشوفوا تصوروا حمامات كانت ازاي، بقت ازاي، ممرات ازاي بقت ازاي. هوريها لك كده على الطبيعه بعد ما نخلص ان شاء الله. استلمت النادي مديون ب 306 مليون جنيه، واهدار مال عام ده تقريبا جهاز مركزي مش انا 984 مليون، يعني مليار تقريبا. كل اللي انت شايفه ده جديد اتعمل في سنه، كل اللي انت شايفه سواء الجزء ده او الجزء اللي هروح بعد كده الجزء الرياضي. الصالات اللي الاستاذ جه بيتكلم عنها دي ما كانش فيه اصلا صالات، بس هو مش واخد باله ان في ميه بترشح من الحمام، فاحنا بنعمل عزل فعشان الميه ما تسقطش. بس هو حقه انه يعني مش لازم يعرف السبب ايه احنا قافلين الصالات، يعني مش قافلينها
علشان اللي هي مزاج قفلها، الميه بترشح فقفلناها بنعمل الى غايه تتجاوز هذا بنحقن السقف من فوق. اوكي. وان شاء الله كل صالات دي جديده انت هتلاحظ انها معموله باسم رموز النادي. استاذ فهمي عمر ادم اذاعي زملكاوي، مجدي شرف كان وكيل النادي، جلال معوض كان عضو مجلس الاداره، وبعدين هتلاقي اللعيبه هنا دي حديقه شريف الفار زي ما حضرتك شايف. لاحظنا سعاده المستشار انه كل الحدائق يعني اصبحت يعني اطلق عليها رموز النادي رياضيه يعني كانه اعتراف بجميل ده فاروق جعفر بالظبط كده. نعم. يعني علاقتك باحباء النادي وباللاعبين السابقين في النادي يعني في ناس توفوا انا يعني خلاص يعني ماليش مصلحه معاهم اصلا، يعني ممكن يقول لك وحاطط اسم دون عشان يجيب له اصوات في الكلام الفارغ ده، لكن في ناس ماتت. صحيح. لكن مع ذلك كرمناهم. اوريك دلوقتي مجمع للفنان في نور الشريف، مجمع حمام سباحه، مجمع رياضي باسم اسماعيل يوسف. هو كله اتعمل في بقى 17 ابريل 2015. السؤال يطرح نفسه، السؤال خطير جدا. اتيت من الاموال من اين؟ من وين اتيت؟ ايه في حنفيه الفساد؟ سواء في شراء اللعيبه، رجعت 62 محل كان بيتاجر ايام الاخ عباس ده في السنه كلها ب 10000 جنيه بيتاجر دلوقتي ب 40000 في الشهر. كل دي اموال بتيجي. لما انت عملت النادي طورته، الاعضاء اللي بقى لهم سنين طويله ما كانوش بيجوا عشان يدفعوا الاشتراكات، انا بيخش لي مش 300 400 الف جنيه يومي كان بيخشوا لي في السنه اشتراكات الاعضاء. الناس كانت هاجرت النادي فما بتدفعش الرسوم العضويه، كله رجع بيدفع الغرامات. كل دي الاموال دي الشركه الراعيه اللي كانت قبل كده كانت 3 مليون جنيه في السنه، انا عندي حوالي 80 مليون جنيه الشركه راعيه. كم الان؟ 80 مليون. 80 مليون بالظبط. 80 مليون من 3 مليون في السنه، واخد بالك؟ دي مكتبها رائع المكتب. دي باسم المستشار احمد الزند وزير العدل السابق اللي عليه تعلق النهارده تكريما لهذا الرجل المحترم اسد القضاه. مقرأ القران الكريم. اتفضل. يعني نادي الزمالك هو في الظاهر نادي رياضي، لكن لما تدخل في كواليس اصبح اجتماعي رياضي ثقافي. رياضي. شوف انت عندك وربما سياسي باعتبارك ايضا كده عضو في في مجلس الشعب. بالظبط. اتفضل. دي مقرأ القران الكريم ان شاء الله. الله اكبر. احنا نتحدث عن القران وصار الاذان. سبحان الله. بيتعلموا فيها الولاد القران الكريم. ممتاز. ممتاز. يعني كل شيء متوفر. اتفضل. بالنسبه لاعضاء النادي كله زي ما انت شايف مكيف، مكان محترم يليق بالاعضاء. ده كان مخزن خرابه، كل ده خرابه. لا حول ولا قوه الا بالله. ده كان طيب السبيل. اشهد ان لا. ده مجمع ملاعب تنس ارضي. نعم. 6 ملاعب برضه معموله باسماء يعني سعاده المستشار تصريف شؤون نادي في حجم الزمالك. دي صاله تنس للولاد مجانيه برضه. صحة سعادة المستشار. صحة. بيني وبينك دي حضانه. لو يجيك عرض من الاهلي المصري عشان تكون لاعب لا طبعا. لا لو جالي عرض برئيس النادي الاهلي لا طبعا. اطلاقا. لا طبعا. انا زملكاوي مع احترام النادي الاهلي طبعا ورئيسه وجمعيته العموميه وتاريخه الكبير. لانه صار خلاف بينك وبين رئيس نادي الزمالك. لا ما عادش خلاص. هو كان خلاف بسبب الالتراس. نعم. هو كان متبنيهم وانا قلت له دول مجموعه ارهابيه مسلحه محظوره طبقا لحكم المحكمه اللي انا خدته. هو في الاخر ده يعني ده من قله ادبهم وسفالتهم فمنعهم الدخول، فبقى هو وانا وهو في خندق واحد ضده. دي حضانه دي برضه يعني سعاده المستشار انه برضه تربويا ولاد الاعضاء الاطفال الصغيرين. الرئيس عبد الفتاح السيسي يقترح
انكم تحكيوا مع الالتراس وتجلسوا معاهم هو وانت رفضت هذا الاقتراح. بالظبط، هو دي وجهه نظره، هو حر فيها، ده رئيس جمهوريه وشايف من وجهه نظره. ما هو رئيس جمهوريه ده يعني ايه؟ هو رئيس جمهوريه المحترم واللي مش محترم، يعني رئيس جمهوريه الشريف ورئيس جمهوريه اللي يعني هو لص هيقولوا مش رئيس جمهوريته، لا هو رئيس جمهوريه كل الناس. واخد بالك؟ يعني اي مجتمع في الدنيا في الشرير وفي الخير وفي البلطجي وفي الحرامي وفي الشريف، مش كده؟ اي رئيس في اي دوله هو رئيس كل دول. فهيجي مثلا مجموعه يقول لك انا مش رئيس الحراميه، انا مش رئيس البتاع، لا هو رئيس كل المصريين، رئيس كل الشعب طبعا، رئيس كل الشعب، واخد بالك؟ فهو ده وجهه نظره يقولها زي ما عايز، لكن انا في النهايه لا طبعا انا مش مقتنع، وقلت الكلام ده وجهت هذا الكلام وقلت علنا مباشره لا، وزعلت منه كمان انه قال الكلام ده، لان هو رئيس الجمهوريه عندنا راجل مؤدب وطيب، واخد بالك؟ وما دقش ان العيال دي هوريك ازاي اقتحموا النادي هنا وضربوا رصاص حي، والستات بقت تجري تنط في حمامات السباحه حتى ما بيعرفوش يعوموا، واخد بالك؟ واعتدوا على المصلين وهم بيصلوا، لا دول مجرمين. فطبعا السيد رئيس الجمهوريه ما كانش عنده فكره عن هذا الاجرام بالظبط كده. اتفضل شوف الحضانه بقى، اتفضل ان شاء الله. ممتاز. استوى يعني انت حولت النادي الى نزل 5 نجوم. هات الكرسيين دول يا ابني هنا، دول هنا مش هنا، عشان ولاد الاعضاء يعني نزل 5 نجوم بيروحوا مثلا ست في شغلها. اتفضل تتركبنا هنا، يعني تتركبنا هنا. الكلام ده كانش موجود اصلا، كل ده جديد. ممتاز. انت برضه بتأدي دور رياضي اجتماعي تربوي سياسي، واخد بالك؟ كل ده دور انت بتقوم بيه وده واجبك. انت مش واجبك بس تاخد بطوله دوري وكاس وترفع، لا انت واجبك ان الطفل الصغير ابن الاول يتربى تربيه الناشئ وهو طالع. اوريك مدرسه الموجودين دلوقتي، مدرسه الولاد ده بيجي لنا 3000 ولد كل يوم، 3000 ولد جايين عشان يخشوا مدرسه الكوره في الزمالك، هوريهم لك دلوقتي. عدد الاعضاء سعاده المستشار كم الان؟ احنا حوالي بقينا 60,000 اسره، يعني حوالي 300,000 عضو عام. يوم من هنا كل ده جديد ما كانش موجود اصلا، دي كانت خرابه خرابه خرابه، منظر رائع. وحمام سباحه جديد بعمله هنا اهو، هنستلم دي حمام سباحه ثالث اهو هنا، عاملين 7 حمامات سباحه. يعني مدينه بالفعل، مدينه. انت بتحكي على 300,000 شخص، يعني حاسس انك تشعر بالافتخار اولا او طبعًا بالفخر طبعا، وكانك ايضا تشعر وانك في مملكتك. ربما بيتي ربما هذا يعني المكان اللي تلقى فيه نفسك بالظبط. يعني انا كان عندي الاسبوع اللي فات كان هنا مع عمنا معماره، كان اللي هو كان وزير الشباب والرياضه، نعم، وحرب الدهشور رئيس الاتحاد، وعمنا الحاج رئيس الاتحاد، كلهم كانوا موجودين هنا، ونخبه من لاعبين الاهلي والزمالك، ربيع ياسين من الاهلي، مصطفى يونس من الاهلي، مجدي عبد الغني من الزمالك، بقى كان كل جيل الزمالك موجودين. قال لك احنا جالنا احساس ان ده بيتك ومحافظ عليه. هذا نفس الاحساس اللي بالك مش هتلاقي ورقه مرميه، ورقه واحده مش هتلاقي مرميه. بالك النهارده يمكن عشان حر، انت في الايام العاديه من غير جو كده، حضرتك لغايه الساعه 6 7 هتلاقي حوالي 40 50 الف بني ادم هنا. وهيشوف الفيو هنا يعني برضه. اللي السؤال يطرح نفسه سعاده المستشار، نعرف حبك للزمالك، حبك الجنوني، وانت لا تحب الزمالك، انت متعصب للزمالك وهذا حقك. كيان للكيان. بس لسائل ان يسال، هل هناك غايات اخرى غير رياضيه تخلي المستشار مرتضى منصور يقوم بكل هذه التضحيات ويعمل ثوره في نادي الزمالك؟ والله انا كل سنه بقدم استقالتي، اقول للناس خلاص انا عملت الحمد لله اللي عليا. بطولات اليد كانت وقت، انت عارف كانت نازله درجه ثانيه، خدنا الدوري وخدنا الكاس، الطايره خدنا الدوري، السله الحمد لله زي الترتيب الثاني او الثالث، القدم خدنا الدوري والكاس السنه اللي فاتت، واخد بالك؟ وزي ما شفت النادي بقى منشاه، بقى مدينه زي ما انت بتقول، بقت منتجع، واخد بالك؟ فما عنديش غير ان انا اخدم الاعضاء. لو انا عندي غايات اخرى زي ما انا عضو مجلس الشعب من سنه 2000، يعني بقى لي كام 16 سنه عضو مجلس الشعب، انا رئيس لجنه انديه مصر كلها بالانتخاب ثالث دوره اللي بعد بعضها، واخد بالك؟ لكن في البدايه والنهايه الكيان ده انت بتحبه،
فعايزه تشوفه احسن مكان في الدنيا زي بيتك زي ولادك. الرياضيين اللي في النادي كانوا ولادي بالظبط، عايز ناخد كل البطولات. اللي هم الاعضاء بقى العاملين اللي هم مش ما لهمش جزء في الرياضه، اعضاء جمعيه يوميه، بعتبرهم اصحاب البيت ولازم احترمهم. تحترمهم بايه؟ بقاعه نظيفه، كرسي نظيف، ترابيزه نظيفه، رحله محترمه، تحترم ادميتهم. وبعدين في نفس الوقت اللي ابنه عايز يتعلم السباحه عندي مدارس سباحه، سله عندي سله، تنس عندي مدارس تنس، واخد بالك؟ كل يد طاير عندي مدارس في كل الالعاب. لان انت دورك بس كمان في الزمن الاخضر اللي احنا فيه عندك شباب. الزمن الاخضر. الاخضر طبعا. ليه سميته الاخضر؟ لانه انقلبت كل الموازين فيه، الحق بقى باطل والباطل بقى حق، ودي علامه من علامات يوم القيامه. انك انت تبقى عارف انه اللي قدامك ده بيكذب، انت عارف انه بيكذب وبتصدقه او بينافق. ولا وتصدقه. يعني المصيبه انك يعني عارف لو انت مش عارف انه بيكذب مش مشكله، لكن عارف انه كذاب لكن بتصدقه، وعارف انه قدامك ده صادق، انت عارف انه صادق وتكذبه. دي علامه من علامات يوم القيامه زي ما احنا عارفين. ففي الزمن الاخضر اللي احنا فيه دون انت عندك آفة خطيره، الادمان والارهاب للشباب. ده دور انا بقى امتص الطاقه دي، واخد بالك؟ حضرتك زي ما شايف المكتبه احنا حوالي 2000 كتاب جايين النهارده، واخد بالك؟ عايز يقرا في السياسه، في الدين الحقيقي، واخد بالك؟ في الادب، في الاجتماع، في الاقتصاد، في القانون، هيلاقي في المكتبه هنا. تمتص طاقته عندك في الالعاب اللي حضرتك شايفها دي كلها. لان انا عندي هنا احتراف وعندي هوايه. كل الالعاب اللي هنا مجانا. يعني في اي نادي تلاقي اللي بيلعب تنس زي ما احنا لعبنا كده شويه كده النص ساعه مثلا ب 20 جنيه او 30 جنيه. ما عنديش انا الكلام ده لان ده دوري مجانا. اوريك ملاعب الكره اللي انا عملتها الخماسي للولاد. المسبح هذا رائع. هتشوف دلوقتي. هذا اولمبي. هذا الاولمبي اللي فوق. انت بتقولوا السلم في مصر واحنا نقولوا الدروج في تونس. الدرج. درج. العضويه بكم ساعه المستشار؟ بصراحه يعني اهلا موجوده عليه اكيد. اهلا ازيك يا عم؟ كل سنه وانت طيب. زملكاوي انت ولا لا؟ مين ده؟ مين ده؟ ما تقلقش كله يعني. ازيك يا حبيبي؟ اسمي ايه؟ انت مبسوط يا عم ان شاء الله. ما تقلقش كله عايش ان شاء الله. وقت اللي تتجول هنا ساعة المستشار كل وتشوف يوم الناس مرتين في اليوم. تشوف الناس بترحب بيك وتسلم عليك. الحمد لله. هل هي في نوع من المحبة الخالصة أم هو خوف من المستشار؟ يعني اللي ما يعرفكش ربما يقول هذا شخص دكتاتور والناس بتخاف منه. يعني شوف محاط يعني بكل رجال النادي بالكبير والصغير والسكيورتي. انك مخيف انت. لا قول لي الطفل. طب والطفل ده ولا هيخاف من ايه؟ الطفل ده طبيعي مساء الخير. بس اهلا. ربنا هنا كده عايز تعمل الخارجه دي مظله كده. لا مش مظله يا فندم. الجامع ده كله انا عامله مسجد على المستوى محترم. كله ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله. اتفضل يا فندم. وده سعادة الأطفال. تشعر بسعادة كبيرة لما تشوف الناس فرحانة. يا بيه الابتسامة على وجه طفل صغير زي دون، واخد بالك؟ هيروح فين؟ ما أنت هنا بتمتص طاقته برضه. لا أنا أبو كباتن. ازيك يا أبو كباتن؟ أنت زملكاوي ولا أهلاوي؟ صعب تحب الأهلي يكون موجود هنا. طب بيعجبك المستشار؟ حابب المستشار يعني يعجبك؟ شو اللي يعجبك فيه؟ هو اللي عامل كل حاجة. هذا متسيس هذا بقى. هذا متخرج من مدرسة مرتضى منصور. يلا فين؟ أنا عايز أعرف هو حمام السباحة ده مش شغال ليه؟ شغال يا بيه. لا ده ليه الناس مش متمركزة هنا؟ المفروض ينزلوا عليه من أول امبارح. خلاص كل حاجة. مزيع. ليه متكدسين هنا؟
طبيعي انه تكون عندك الشعبيه هذه يعني. ما شاء الله شباب يعني 6 و7 سنوات اقول لي ده بقى يعرفوا مرتضى منصور. هذه حتى بالفلوس ما تشتريهاش مش كده، هم يعرفوا الخوف منين بقى. اقول لي يعني لما تكون عندك الشعبيه هذه سعاده المستشار اكيد السلطه تخاف. بالظبط. والله اي واحد عنده شعبيه في العالم العربي يصبح مخيف ومرعب او شخص في بعض لابد ان يقع اخذ كل الاحتياطات منه. في بعض الحكام اهلا ما شاء الله اهلا 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 يا مش كده. بعض الحكام العرب بل معظمهم ما بيحبوش حد منور جنبيهم. يعني المؤسسه اللي انا عملتها دي لو في حد تعامل دوله وسط الدوله بالظبط كده. طبيعي جدا انك تكون يعني حتى الرئيس السابق انه يحتاط منك، المفروض يحتاط منك، يحتاط منك للاسف الشديد، ويتجاهل وجودك في اي موقع. لان اللي جايبني هنا الناس مش الرئيس، او بصرف النظر هو مين رئيس النادي. مبروك للزمالك امبارح. الله يبارك في حبيبي. واخد بالك؟ يعني انت عايز تستفيد من تجربه واحد استلم مؤسسه مديونه ب 306 مليون وعامل عندها اهدار ملعب مليار، عمل مؤسسه رياضيه اجتماعيه زي ما انت شايف كده. انت مش عايز تستفيد منه ليه؟ عشان مش عايز ينور، لانه منور. فلا ده خليه يقعد يطفي فيه، بس انت مش عايز تطفي فيه قدام محبه الناس دي، لان المحبه دي بقى ما فيهاش قرار سياسي، قرار رباني. من يقف وراء مرتضى منصور؟ ربنا. وانت مغمض كده وانت مغمض من غير ما تبص. علاقاتك مع بعض الدول الخليجيه كلها في عندك ليك اصدقاء خاصه في دبي وفي السعوديه، الامارات، الكويت، البحرين، هل تلقى دعم من الخارج لفكره نادي الزمالك؟ للاسف الشديد ده نادي اهلي جدة عليه $1.5 مليون دولار ومش عايز يدفعها. انتم بتسالوه فلوس محمد عبد الشافي. فلوس عبد الشافي. تستمع لمشاغلهم؟ زي ما انت شايف كده، اي حد عنده مشكله يحكي لي فورا. تقبل النقد؟ طبعا. انا موجود هنا عشان شوف في فرق بين النقد وقله الادب. انتقدني كما تشاء. عشان كده في بعض الاعلاميين بيقل ادبهم بياخدوا بالجزمه، بياخدوا بالقديمه. انتقد زي ما تشاء، قول ان انا ادائي هنا فاشل، الجنينه دي كذا، الامن كذا، لا انا تحت امرك. هتقل ادبك بقى على الجزمه واديله على نافوخه. ده نظامي هنا في البلد دي. انما حضرتك اعلامي عايز تنتقد، شوف يا بيه، في حاجه اسمها غرفه صناعه الاعلام، ده حاجه كده وهميه عاملها ولد اسمه محمد الامين، ده اصلا بتاع الكبانيهات، كان بيعمل بالكبانيهات وكان شغال موظف كده غلبان يعني. خلاص، ده عمل حاجه اسمها ابله فاهيتا، اساءت لمصر وشعب مصر وجيش مصر. وهو اللي كان بيجيب باسم يوسف، الولد القليل الادب الرقيع ده، المهرج ده، تعتبره مهرج؟ طبعا هو مهرج، طبعا مهرج، ده اراجوز، واخد بالك. هو اللي بيعمل ستار اكاديمي، البنات والولاد انت بتشوفوا حاجه يعني مقرفه، يبوسوا بعض ويحضنوا بعض. فجيت انتقدته فقال لك ممنوع ظهوره في الاعلام، ما عنديش مشكله، ونقابه الصحفيين وقفت وراه. خلاص؟ طلعت الاول على مستوى الجمهوريه في الانتخابات في الوقت ده. والناس انتخبتني مرتين. انتخبتني في الدقي العجوزه باسم احمد ابني مرتضى، ودخلنا موسوعه جينز العالميه اول مره نائب وابنه في اول مره صحيح في التاريخ. انتخبت مرتضى هنا في الدقي العجوزه في الحضر، وانتخبتني انا كمرتضى كشخص فين؟ في الريف. طلعت الاول على مستوى الجمهوريه في الاصوات اللي حصلت عليها. ده بيؤكد عملتك شعبيه هذه يعني؟ هذا الحصار اللي صار عليه؟ لا ولا شعبيه، لا ولا زاد في شعبيتك؟ شعب مصر شعب محترم، شعب فاهم، شعب هو عارف ان دول للاسف هم اللي وقعوا حسني مبارك، وهم اللي وقعوا السادات، وهم اللي وقعوا مرسي، وداخلين على السيسي دلوقتي. هذا الاعلام الفاسد، هذا الاعلام. ولد بيطلع يتكلم يقول لك الفساد، وهو عنده قصر في باريس ثمنه مش اقل من 100 مليون، هو ومراته مذيعه برضه، يتكلموا عن الفساد، يتكلموا عن الغلابه، واخد بالك.
بعض المذيعين يروح على راجل بتاع اراضي عنده فيلل يعني كده، ياخد فيلة الادب بالبلطجه، اسمائهم معروفه، ياخد فيلا ب 300,000 والا يبتدوا يشتموه، بيباع تاني يوم ب 5 و 6 مليون. ده الاعلام الفاسد، ده ما يمنعش ان في اعلام محترم، بس الاعلام المحترم مش واخد حقه. الاعلام الملتزم ببلده وتاريخ بلده سواء في الصحافه او في التلفزيون مش واخد حقه، بيتشتم ويتحبس. يعني مثلا احمد موسى خد 2 سنين سجن ودوله سابته، رحت اترفعت عنه. مصطفى بكري خد 2 سنين سجن، رحت اترفعت عنه وطلعته. دلوقتي الناس بيدافعوا عن الدوله. توفيق عكاشه اللي قفلوا له قناته اكتر واحد نزل ناس في قبل 30 يونيو، واخد بالك؟ طبعا ضد انه يقعد مع السفير الاسرائيلي، والسفير الاسرائيلي ده انا قلت له انا لو انا كنت في اليوم ده موجود حطوا له سم فران، واخد بالك، وموته. لكن ما ينضربش في مجلس النواب وينطرد في قناته. ما هو الناس كانت تخاف. هو ما هي الانظمه اللي ما لهاش امان الناس بتخاف منها. الناس بتخاف منها. احمد الزند وزير عدل عمل ايه؟ مش هو ده في خناقه بين الصحفيين والدوله؟ طب ما هو رفع قضيه على الصحفيين اللي شتموه هو الدوله. فالمذيع بيقول له تتنازل، قال له لو النبي مش هتنزل له. وفي ساعتها قال لك استغفر الله العظيم، واستغفر في لحظتها. قال له روح ازاي؟ ازاي يروح؟ ابراهيم محلب ازاي يمشي؟ راجل 24 ساعه شغال، واخد بالك، من احسن رؤساء الوزراء اللي جم مصر. يعني الواحد عشان كده يعني احيانا بيقلق من الانظمه. كان هذا الجزء الأول من حوارنا مع سعادة المستشار مرتضى منصور. تحدث عن الزمالك، عن الثورة التي أحدثها في نادي الزمالك، وعن مواضيع أخرى بالتأكيد سنواصل الحديث عنها في الجزء الثاني. نتواصل بعد أن نتوقف للحظات مع هذا الفصل. مشاهدينا الكرام، أوفياء قناة حنبال الفضائية التونسية، أهلا وسهلا بكم في هذا الجزء الثاني من حوارنا مع المستشار مرتضى منصور. تحدثنا عن نادي الزمالك وقمنا بجولة صلب هذا النادي، وأكدنا أن النادي هو عبارة عن مدينة وسط المدينة. نعود الآن إلى مكتب المستشار. مكتب المستشار كما تلاحظوا موشح بالميداليات وبالألقاب والكؤوس التي تحصل عليها نادي الزمالك المصري. هو نادي عربي نفتخر به، وسعداء أن نكتشف أسباب نجاحات هذا النادي اللي خذا حجم آخر، خذا ربما حجم يرتقي به إلى النوادي الأوروبية، على اعتبار أنه يعيش من تمويله الذاتي، يعيش يعني يمول نفسه بنفسه. هذا ما أكده المستشار، وهذا ربما ما يحاول ربما يعطينا أكثر توضيح عليه. حكيت لي في الكواليس منذ قليل سعادة المستشار أنه هناك 42 مطعم بالتمام والكمال، هناك ملاعب كرة قدم عديدة ومتعددة، هناك صالات عديدة ومتعددة، يعني قرابة 300 ألف يرتدون هذا النادي. يعني بالفعل أنت دولة وسط الدولة. شوف، هو انا استلمت زي ما قلت لحضرتك، انا استلمت النادي ده في شهر ابريل 2014. في خلال سنه واحده اتعمل 7 حمامات سباحه، اتعمل حوالي 16 ملعب. 16 ملعب، ايوه. اتعمل 32 حديقه، اتعمل 42 محل المطاعم، اتعمل بوابات على اعلى مستوى، البنيه التحتيه كلها اتغيرت، كل ده اتغير. عملنا نادي زي ما انت قلت هنا مدينه، انا بعتبره هو دوله الزمالك. من نادي مفلس ما بياخدش بطولات بقاله سنين طويله في كل الالعاب، فريق اليد كان نازل درجه ثانيه، السله كان خلاص ثانيه برضو، الطايره كل اللعيبه بتاعته طفشوا، الافندي اللي كان قبلي طفشهم اللي اسمه عباس. ما بتاخدش دوري كاس بقالك سنين طويله، الى الاول مره تاخد من 28 سنه تاخد دوري وكاس مع بعض. اليد تاخد بطوله الدوري وتاخد بطوله الكاس، تاخد بطوله افريقيا. الطايره تاخد بطوله الدوري وبطوله الكاس. السله تتعافى تبقى الثاني او الثالث. عندي بطل اولمبي اسمه هاب واخد ميداليه فضيه الاولمبياد اللي فات. عندي بطل اولمبياد في العاب القوه. عندي بقى المؤسسه، عندي الفريق كوره زي ما حضرتك شايف، الحمد لله بنشتري احسن لعيبه. عندي المؤسسه الاجتماعيه اللي حضرتك شايفها. كل ده الحمد لله في سنه واحده بفضل الله وتوفيقه والتزام اعضاء الجمعيه العموميه. في الوقت اللي انت بتتحارب
من بعض العصابات البلطجيه اللي مسمينها نفسها التراس اللي سافروا تونس. ودي مناسبه ان انا بشكر الداخليه التونسيه والبوليس التونسي، لانه كان في ماتش اعتقد كان الزمالك والصفاقسي على ما اتذكر. اللعيبه قبل ما تنزل الولاد كانوا جايين يفط معاهم البلطجيه دول اللي هم الالتراس بتوع الزمالك، اللي المحكمه قال يا جماعه ارهابيه ملحوظه فيها سباب لرئيس الجمهوريه وسباب لجيش مصر. للاسف قنصل مصر في تونس عمل خناقه مع الشرطه التونسيه عشان يدخلوا العيال يعلقوها، وتبين ان هذا الولد اللي هو القنصل دون التراس السابق، القنصل السابق، ما اعرفش بقى موجود ولا مش موجود. طيب. اللي هو كان متختخ كده شويه، وانا اتكلمت على الهوا عنه. يعني البوليس التونسي هو اللي رفض يدخل هذه البذاءات. كانت بمناسبه مباراه الزمالك المصري والنجم الساحلي. والنجم الساحلي. لا هو احنا عملنا ماتشين ورا بعض هناك. ذهاب واياب. ذهاب كان في لا في ماتش ثاني عملناه مع فريق تونسي هناك. نادي الصفاقسي. الصفاقسي الثاني ولا الاولاني؟ الاول الصفاقسي وبعدين يبقى هو الصفاقسي الاولاني. واخد بالك؟ الماتش الثاني بتاع النجم الساحلي الشرطه التونسيه المحترمه، النجم الساحلي كان يبعد حوالي 200 300 كيلو تقريبا من العاصمه. 150 140 مش كده؟ البوليس التونسي المحترم منع العيال اصلا وخلاهم يتفرجوا على القهاوي هناك. واخد بالك؟ يعني هو شاف كل ده. هو ده الشرطه المطلوبه، الشرطه اللي ايديها مش مرتعشه. وانا على فكره مش بقول دلوقتي عشان ده تلفزيون تونسي، لكن انا حييت الشرطه التونسيه هنا في كل البرامج المصريه، لانه ما ينفعش بلدك تتشتم. واخد بالك؟ اذا كان تونس اللي هي نقول شقيقه رفضت ان مصر تتشتم قيادتها وجيشها وشرطتها عندها، فما بالك هنا البعض بيسيبوهم يخشوا يشتموا والا ادبهم للاسف الشديد. فدي مناسبه ان انا يعني بشكر الشرطه التونسيه، بشكر حسن الضيافه اللي شافوها هناك بالصفاقسي والنجم، وطبعا احنا لينا علاقات متميزه كمان بالرجاء. ودي العلاقات المحترمه اللي هي البطولات بتتعمل ليه؟ بتقرب الشعوب مش بتفرق الشعوب. لكن للاسف في بعض الولاد المتعصبين المتهورين اللي متصورين انهم بيشجعوا كيان، لا هو بيدمر الكيان. وعلى فكره هتلاقي ده موجود في مصر وبلاد تانية في كل البلدان للاسف الشديد. في كل البلدان. على كل حال سعاده المستشار، ربما خلينا ننطلق من البدايه. انت مولود في شبرا في منطقه شعبيه ان صح التعبير، تقولوا ولايه منصوره ميدغام باشالوش مركز من يعني انت في نهايه الامر خرجت من الشعب، ماكش من عائله برجوازيه بالمعنى الكلاسيكي للكلمه. ربما من الاشياء اللي لاحظها في حياتك انك كنت تحب الشهره، خطف الاضواء من خلال صدامك مع مشاهير البلاد في الفن، في السياسه، في الحكومه، في الثقافه، في كل المجالات، في الاعلام برضه. والبدايه على ما اعتقد كانت مع عادل امام، التصادم كان مع عادل امام بعد شريط سينمائي لافوكاتو، واللي اعتبرت فيه اهانه لقطاع المحاماه اللي انت جزء منه. كيف كانت البدايه وكيف كان التصالح بعد ما وصلت انك تصدر حكم على عادل امام؟ انا متألف كتاب عن حياتي 3 أجزاء، طلع منه 50,000 طبعه سنه 82. فاللي متألف كتاب عن حياته سنه 82 مش محتاج يسعى للشهره. واللي مؤلف الكتاب 2 صحفيين، انور محمد والاستاذ الاسواني عباس اسمه احمد الاسواني. واخد بالك؟ 82 يعني كان من حوالي 34 سنه تقريبا. ما شاء الله. الحمد لله. انا كنت رئيس محكمه وجي فيلم بيسيء لي. انا مش ضد انك تنتقد شخص في مهنه، ولكن انا ضد انك تهين المهنه نفسها. يعني في محامي فاسد بس المحاماه مش فاسده. في قاضي فاسد بس مش قضاء مش فاسد. في اعلامي فاسد بس مش الاعلام فاسد. فحضرتك لما تعمل فيلم انك تكرس كل مشاهد الفيلم ان القضاء المصري فاسد والمحامين فاسدين، مهنه المحاماه فاسده، وانه المعلمين فاسدين او مهنه التعليم، كل دون ومفيش نقطة مضيئة. أنا دايما أجيب الشكل السلبي وأجيب الإيجابي. صحيح. عشان المتلقي كمان خاصة لعادل إمام، معظم اللي كانوا بيتفرجوا على أفلامه في الوقت ده، لا عادل إمام ما عملش أفلام محترمة إلا أخيرا. لكن أيام ما كان بيعمل بقى من الأفلام اللي كان بيعملها شعبان تحت الصفر، رجب فوق صفيح ساخن، كان كل الجمهور بتاعه اللي هي الطبقة اللي هي مستواها الثقافي محدود. لكن دلوقتي بعد كده بقى عمل الارهاب والكباب واللعب مع الكبار، وكلها افلام ليها قيمه، فبقى المثقف كمان بيهتم بافلامه. فانا لما شفت الفيلم ده انا بضميري حكمت ب1 سنة حبس. فهم شتموني فاستقلت من على المنصه.
اول استقاله قاضي في العالم من منصه القضاء. فجميع وكالات الانباء العالميه اهتمت بهذه الاستقاله، انا ما كنتش عارف ان دي اول استقاله قاضي في العالم. فمن الذي بحث عن الشهره؟ الشهره التي تبحث عن مرتضى منصور كده. لكن المعروف عليك سعاده المستشار انك ما تتحملش ما تتقيدش، يعني انت مندفع بطريقه غير عاديه في حواراتك الصحفيه، وربما صراحه يعتبرها البعض زايد عن اللزوم، وصراحه تثير الانتباه وبعض الاحيان تثير الاعجاب، وتسال لماذا يتصرف هكذا المستشار بهذه الطريقه في وسائل الاعلام؟ بص، مصر قبل 25 يناير اسود يوم في تاريخ مصر. تعتبره اسود يوم؟ اسود يوم في تاريخ البلد. مصر من ساعتها مش عارفه تقوم. مصر من ساعتها، مصر كان عندها وانا ايه بقى اللي حبسني كان النظام قبل 25 يناير. واول ما انتقد هذا النظام حسني مبارك كنت انا 17/12 طلعت في التلفزيون في المحور وقلت لهم نظامكم هيسقط يا مزورين يا بلطجيه، واخد بالك؟ انما في فرق انك تسقط نظام وتسقط دوله. لا احنا كنا داخلين عندي وعندك في تونس عايز تسقط دوله، واخد بالك؟ زي ما دلوقتي في سوريا عايزين يسقطوا الدوله، عايز تسقط نظام بشار انت حر، واخد بالك؟ لكن ما تسقطش الدوله السوريه وتفتتها لي دويلات. عايز تسقط صدام حسين انت حر، واخد بالك؟ لكن ما تعمليش العراق 6 دول. عايز تسقط النظام اليمن انت حر، بس ما تعمليش اليمن دلوقتي بقت 6 دويلات، واخد بالك؟ في فرق بين النظام يقع في 60 داهيه، واخد بالك؟ لكن دوله تقع ما بتقومش. الدوله اللي احنا كلنا بنشوف اهو، واخد بالك؟ وياما التاريخ بيقول لنا عن دول كثيره وقعت وما قامتش. لو تفتكر فين دوله المماليك؟ فين الدوله العثمانيه؟ واخد بالك؟ دول كتير وقعت مش عارفه تقوم. فانا اللي بقوله انك انت عايز تسقط نظام اهلا وسهلا، تسقط دوله لا. انا 25 يناير ما كانش اسقاط نظام، كان اسقاط الدوله، ودي على كده ان راس النظام قال انا ماشي. طب انت مكمل ليه؟ يعني انا عايز بس اجابه. وبعدين انت مش عايز تطلع ترجع بيتك ليه؟ مش عايز تشتغل ليه؟ راح تضرب محافظ ليه؟ واخد بالك؟ راح تولع في المجمع العلمي بتاع التاريخ مصري ليه؟ ده ليه علاقه بالثوره؟ راح تقتحم السجون وتطلع المجرمين والبلطجيه والارهابيين ليه؟ 25 يناير كان اسود يوم في تاريخ مصر، لم يحدث انفلاق امني ولكن انفلات امني، لكن هناك انفلات اخلاقي ما زلنا نعيش لغايه دلوقتي فيه. يعني لما بنت تشتم مشير طنطاوي قائد الجيش ايامها، اسماء ولا اسراء ولا الاشكال دي، ولا ولد يروح يقول لك يتفاخر انه بياخد فلوس من امريكا ومن لندن، واخد بالك؟ او يروح يتدرب على السلاح في اوكرانيا عشان يخرب في بلده. الاصناف دي ما بديهاش الا بالجزمه القديمه، وده اللي كنت بقوله. هات لي واحد محترم انا غلطت فيه محترم، انما العيال السافله دي بالجزمه. وكل اللي انا قلته طلع صح. قلت ايمن نور خاين وعميل، خاين وعميل. قلت علاء الاسواني، طلع علاء الاسواني. البرادعي يا عم كلهم. هات لي واحد القرداوي طلع زي ما قلت بالملي، بس انا قلت الكلام ده من 4 سنين. الشعب المصري اكتشف والاعلام المصري، واخد بالك؟ لسه مكتشف الكلام ده دلوقتي. هات لي كلمه قلتها في الخريطه من 2011 لغايه النهارده ما حصلتش. لاجل ذلك خرجت يعني في ربما حمله مسانده او في مسيره المسانده للرئيس السابق حسني مبارك. عمري ما ساندته حسني مبارك، وحتى اتهمت بان كنت من بين الاشخاص اللي واقفين وراء موقعة الجمل. صدقا بالله انا عمري ما شفت حسني مبارك ده الا في مجلس النواب لما كان بيجي يقول الخطبه بتاعه ويروح. ايمن نور كان قاعد على حجر حسني مبارك. ايمن نور، ما هو دي بقى فساد الانظمه. بس انا محترم. حسني مبارك اعتقلني 3 مرات. مره لما ضربت وزير الداخليه زكي بدر كبلطجي، ومره لما ضربت سفير الاسرائيلي، ومره لما قلت له اللي بيحكم البلد زكريا عزمي والعصابه بتاعتك، اعتقلني وعمل لي قضيه اسمها بتاع السيد نوفل ان انا شتمت رئيس اي كلام يعني، وقعدت في السجن سنه. تمام؟ لكن انا لاني محترم، اللي عايز ينتقد رئيس دوله ينتقده وهو موجود او اي مسؤول، انما ساعه ما بيقع ممكن اي حد يشتم حسني مبارك. هو فين يا حسني مبارك؟ ما هو مرمي في المستشفى، ربنا يشفيه. لكن هو في السلطه وفي ايده الجيش والشرطه والقانون والاعتقالات، تقول له انت اعور، تقول للغول انت عينك حمراء، وهو موجود وعينه حمراء. فده انا اول واحد لما حسني مبارك وقع كلمني في التليفون، ومصر كلها عارفه عشان ابقى المحامي بتاعه، رفضت. قلت له خليني لما اقول كلمه حق في حقك، لان اي رئيس دوله ليه ايجابياته وليه سلبياته. ما حسني مبارك ما كانش شرير الا 24 ساعه ولا كان ملاك 24 ساعه، عنده انجازات وعنده اخفاقات، واخد بالك؟ فقلت له سيبني لما اتكلم عن انجازاتك مع اخفاقاتك، ما قلتش عشان اقبض منك محاميك. ورفضت، وانا اللي رشحت له فريد ديب، وانا اللي مكلم فريد ديب بالمحامي بتاعه. فلو انا عايز ادافع عن حسني مبارك، ما دافع عنه بملايين، 40 مليون كنت خدتهم و100 100 انا كده. اما بقى موقعة الجمل، ازاي انا كنت ضد نظام حسني مبارك، وازاي انا اللي بشرت بسقوطه، وازاي اجيب ناس
عشان يرجع نظام حسني مبارك يوم موقعة الجمل يوم 2 فبراير. يعني انا حتى ابنك احمد كان يعني من بين الاشخاص اللي كانوا موجودين في الميدان. وبعدين المحكمه قالت ايه الجنايات والحكم اتقيد في محكمه النقض، قالت ايه؟ ان كل ما نسب لمرتضى منصور هو سب وقذف. تخيل بقى من قتل عمد كان بيلفوها لي هو سب وقذف. والراجل اللي لف القضيه اسمه محمود الصبروت خد دعوه واحده كده زي سيد نوفل لف القضيه بتاعت شوف نوفل ربنا يكفينا الشر مات بالسرطان. المحمود الصبروت هذا قاضي التحقيق بقى له 4 سنين في فرنسا يعاني من السرطان في الكبد، لانه كان في واحد معانا في هذه القضيه رفقت له اسمه الجبري. هذا الرجل شخصيه محترمه كان عضو مجلس الشورى، فاصيب بالسرطان في السجن وهو ظلمه، فاسرته راحت قالت له عايزين نطلعه عن سرطان في الكبد عشان يتعرف، رفض. وده لغايه ما الراجل مات بعد ما طلع من السجن باسبوع. يقوم يجي نفس المرض لمحمود الصبروت في نفس المكان. ده ربنا، ودي عظه من الناس كلها وعبره. اوعى تفتري واوعى تظلم، واخد بالك؟ ما عارف المحكمه قالت عليا ايه؟ كل ما نسب مرتضى منصور هو دي سب وقذف، عقوبتها الغرامه. سب وقذف موزه وجوزها كان حمد والقرداوي ايمن نور والبرادعي، وقال اللي عايز شايف ان هو مضرور في السب وقذف رفع عليه قضيه. ده اللي محكمه الجنايات قالوا غيابي، يعني حتى ما رحتش رفعت عن نفسي. فدي كانت اكذوبه بطلعها لعيله السفله، نفايات 25 يناير، مسمينهم نفايات 25 يناير، اللي لغايه دلوقتي بنعاني منهم في ازمه نقابه الصحفيين. هم اللي جرجروا النقابه للصدام بين الدوله وبين الشرطه. في كل مره تلاقيهم بيجرجروا الدوله لمشاكل، لكن هو في النهايه بتمنى ان يكون شعبنا، لان في بعض كان مغيب. وانت حضرتك لو تشوف المداخلات لما في كل البرامج دلوقتي الشعب طهق منهم، زهق، اتخنق، بيطرش، قرف. انا النهارده لما كان الدولار ب 6 جنيه، النهارده الدولار ب 12 جنيه. حسني مبارك مشي وسايب 36 مليار دولار. انا النهارده ما عنديش 16 مليار برغم الدعم السعودي الاماراتي الكويتي، واخد بالك؟ كل ده بيروح ليه؟ اي عيل يعمل مظاهره في الشارع يتلم له 20 30 واحد يقول لك سكتوهم ادوهم فلوس، اطبع. وده اللي للاسف كان بيحصل. حصل تضخم، حصل عجز في الموازنه، والجنيه المصري قلت قيمته. وعشان كده بقول اسود يوم وكام ده قلت في مجلس النواب لما قالوا لي احلف اقول بسم الله العظيم احترم الدستور، قلت لا احترم مواد الدستور، لان ديباجة الدستور كاتبها شاعر حشاش، تاني شاعر حشاش، لانه كان بيجي مكتبي محشش، واخد بالك؟ اول مره اشوف الدساتير بيكتب مقدماتها شعراء حشاشين، فكاتب انها ثوره 25 يناير و30 يونيو اعملها شرط ال 30 يونيو. فقلت لا، انا اقسم بالله احترم ديباجه فيها ان 25 يناير ثوره، يعني كل اللي انا قلته في تاريخ ده وفي كل البرامج من يوم 25 يناير انها فوضى ومؤامره وانقلاب، خلاص اجي اقول النهارده انها ثوره عشان اخش مجلس النواب لما رفضت. فلما صمم مره واثنين وثلاثه، فلاول مره اقول حوالي 47 كلمه في 7 ثواني. اقسم بالله ما حدش فهم انا قلت ايه. فقالوا يا فندم هو قال ايه؟ قلت له هو كده، ما فهمتش، انت حر. وصممت على اللي في دماغي لاني لا احترف ب 25 يناير، هذه فوضى. والربيع العربي ده زي ما قلت لك لسه بقول لك، هذا الربيع العربي ده مش خريف عربي ولا شتاء عربي، ده زفت الطين عربي جه على دماغ العرب للاسف الشديد. ومعظم الدول العربيه اللي حصل فيها هذا الربيع مش عارفه تقوم. تعال اتكلم عن سياحه في بلدك، شوف سياحه بلدك، شوف تونس البيضاء دي كانت كل منازلها بيضاء، للاسف تلطخت بالدماء الحمراء. شوف تونس الخضراء للاسف الشديد تلطخت بايد الارهابيين. مش ده اللي حصل ولا هنضحك على نفسينا؟ مصر نفس القصه، كل يوم ضباط عساكر زي الورد بيتقتلوا سواء جوه البلد او في سينا. ربيع عربي ايه اللي احنا فيه ده؟ احنا في زباله زفت الطين عربي للاسف. شوف سوريا، شوف الاطفال السوريين اللي بيتقتلوا كل يوم. مين غلطان مين مش غلطان؟ مش هي قضيتي. انا بتكلم عن دوله اسمها الشام، دوله الشام. شوف اللي بيحصل في لبنان، شوف العراق كل يوم الصبح تصحى من النوم 60 70 واحد. اليمن برضه، واليمن نفس القصه. خلاص كرمان نفس. شوف ليبيا، انت فرحت انك قتلت القذافي اللي كان ديكتاتور، فين بلدك؟ قذافي كان ساب مليارات في البنوك السويسريه لشعبه، وسيبك من ولاده كانوا غلطانين ولايه الادب منحرفين فاسدين، بس انت دمرت بلدك. الناتو دمر بلدك. فين ليبيا؟ مين اللي حاكم ليبيا؟ فين جيش ليبيا؟ فين مجلس نواب ليبيا؟ فين البرلمان الليبي؟ انتوا فرحتوا بالهيصه. يعني نفهم من كلامك سعاده المستشار انه كانه مخطط صهيوني باياد عربيه بالظبط كده. وهو اسرائيل بعد ما اتهزمت في 73 الموساد يعني عملوا مخطط. الموساد قال لهم شوفوا انتم مش لن تنتصروا على العالم العربي بالقنبله والطياره،
عايز تنتصر على العالم العربي تعمل قناه اللي هي الجزيره، خلاص، تنزل الناس العرب الشارع، اللي بينزل الشارع ما بيرجعش تاني. نمره واحد. اتنين، اضربهم من جواهم. وللاسف كل اللي بيحصل في العالم العربي اسرائيل بتتفرج علينا. خلي بالك اللي حصل في تونس اسرائيل ليها دخل بيه، بتتفرج في مصر، في العراق، في كل الدول العربيه. اسرائيل دلوقتي انت بتسمع قضيه فلسطينيه دلوقتي؟ اين القضيه الفلسطينيه؟ خلاص دي نتنياهو ده على فكره ضارب له المستشار بتاعه قبل كده سنه 97 في قضيه نتنياهو بالجزمه. نتنياهو النهارده بيقول لك الجولان اسرائيليه بكل بجاحه. احنا اللي عملنا ده في نفسنا. الشعوب العربيه اللي عملت ده في نفسها فرحت. انت عندك حاكم ديكتاتور مشيه، بس ما تسقطش دولتك. اوعى تسقط دولتك. هل تعتبر ما حصل في ما يسمى بالثورات العربيه هو اسقاط لدوله اكثر منه اسقاط لانظمه؟ هو الشكل البدايه انا بسقط نظام، لكن الحقيقه انا بسقط دوله. من اجل ماذا اردنا او تحركت الشعوب العربيه او الشارع العربي في بعض الدول هذه اللي صارت فيها ثورات؟ من اجل ماذا تحركت؟ من اجل بالفعل من اجل الديمقراطيه؟ هل من اجل الكرامه؟ هل من اجل الشغل؟ او من اجل اشياء لا ندري لماذا او كيف خرجنا للشوارع لنطالب باشياء ربما في قناعتنا غير موجوده ولا في تفكيرنا غير موجود. شوف 90% من اللي نزلوا في تونس وفي مصر وفي سوريا وفي كل الدول العربيه نزلوا من اجل الحريه والديمقراطيه والحياه الكريمه سبب، لكن اللي قاد دون ما كانش في دماغه ده. القاد الكل اللي جابتك على الفيسبوك واستغلت ولد انتحر هنا، ولد مدمن هنا، ونزلتك الشارع، خلاص، وده عددهم قليل. هو ما كانش ده في دماغه. هو كان في دماغه مش زين بن علي ولا حسني مبارك ولا القذافي ولا صدق، لا هو خالص. هو كان في دماغه تونس، هو في دماغه مصر، هو في دماغه ده المخطط اللي اتعمل بره عند امريكا. لكن معظم اللي نزلوا دولت من الشعوب هنا عندك او عندي او في كان نازل من اجل الحريه والديمقراطيه وديكتاتوريه زين بن علي وديكتاتوريه حسني مبارك. انا خلينا نتكلم بصراحه. سعاده المستشار، كيف انقلبت ولا لماذا انقلبت الولايات المتحده الامريكيه على النظام المصري؟ مثلا نظام حسني مبارك كان صديق جدا للنظام الامريكي، ونتذكر الزياره الشهيره لاوباما، اول زياره يقوم بها خارج مصر، خارج الولايات المتحده الامريكيه للقاهره، يعني والاستقبال الكبير اللي صار. لماذا هذا الانقلاب؟ هل انه مصر وبعض الدول العربيه اللي تعتبر صديقه للولايات المتحده الامريكيه انتهى دورها او انتهت مهمتها في تلك الفتره؟ انت راجل طيب جدا. امريكا ليس لها صديق الا الشيطان. امريكا هي الشيطان الاكبر. امريكا هي التي صنعت القاعده في افغانستان عشان تضرب بها سوريا، وبعد ما تضرب بها روسيا خلاص وروسيا اتفتتت، حذفت بقى دويلات تمام. وبعد ما انتهى دور القاعده راحوا مقاتلين الراجل ابن لادن القائد بتاعها. واخد بالك؟ هي دي امريكا الشيطان الاعظم في العالم العربي. امريكا اللي بتدعم الجماعات الاسلاميه، معتقله واحد من زعماء الجماعات الاسلاميه الشيخ عمر عبد الله عندها، الراجل اللي ما بيشوفش، يعني امريكا مالهاش صاحب خلاص. اما زياره اوباما فهي كانت بدء، مش بقول لك ايه، بدء المشروع، افتتاح المشروع تضرب طلقه. هو كان وجوده بدء افتتاح مشروع الزباله العربي والشتاء العربي والدمار العربي اللي احنا فيه. دي كانت البدايه. اوباما اسوأ من حكم امريكا هو بوش الابن، اسوأ من حكم امريكا. هذا الرجل الذي يدعي ان له اصول اسلاميه هو اول من حارب الاسلام، هو اول من دمر الدول الاسلاميه، هذا اوباما. وان شاء الله باذن الله ربنا ان شاء الله سينتقم منه انتقام كبير جدا جدا جدا. وهذا التمثال اللي موجود في امريكا اللي مسمينه تمثال الحريه، انا لو بيدي، انا اسف يعني اتبول على هذا التمثال، لانه لا امريكا فيها حريه. انت عارف عندهم معسكر جوانتمالا ديا بيعذبوا فيها الناس، شفت عملوا ايه في العراق، واخد بالك، شفت عملوا ايه في ليبيا. لا امريكا الشيطان الاكبر في العالم. في ابو غريب، في جوانتنامو، ابو غريب. فانا عايز اقول لك انك انت عندما تعاتب دول لها تاريخ. ما هو تاريخ امريكا؟ بلد بقى لها 200 300 سنه، دي مرتزقه، بلد ملاش قيمه وملاش لازمه اصلا، واخد بالك. وهي مش واخده بالها ان كان في بلد اسمها المانيا، اقوى دوله في العالم، انتهت انهم فين جيوش المانيا؟ فرض على المانيا ما يبقاش ليها جيش، مظبوط، وفرض عليها تعويضات لغايه النهارده. انا بقول لك وبطمنك ان امريكا في يوم من الايام ستتحول الى وهي دلوقتي دويلات، هي 50 ولايه، واخد بالك، وهي الشيطان الاكبر والاعظم. وكان زمان يقول لك ان اسرائيل هي الولايه 51 في امريكا. انا بقول لا، امريكا هي عاصمه تل ابيب.
يعني مواقفك من إسرائيل في كل الحوارات فيها نقد لاذع ونقد كبير، ومع أنه مصر موجودة فيها السفارة الإسرائيلية، ونعرف الدور الإسرائيلي اللي قلت إسرائيل تتفرج على ما يقع في العالم العربي واستفادت، والقضية الفلسطينية هي تدفع اليوم ثمن هذا الانقسام وهذا التشتت في العالم العربي. إلى أين تريد أن تصل إسرائيل؟ لا، إسرائيل واضحة، كنيست مكتوب كده من النيل للفرات واخد بالك؟ العلم بتاعها من النيل للفرات. إسرائيل استراتيجيتها معروفة، احنا اللي اتلخبنا واتلخبطنا. احنا بعد 73 المفروض كنا نستغل العالم العربي في الدعم والوحده اللي تمت. انا اتحداك تقدر تعمل مؤتمر قمه عربيه دلوقتي بيقعدوا يتخانقوا مع بعض. صحيح. خلاص، اذا كان هناك وحده عربيه فيها بين الشعوب، هتلاقي التونسي بيتفرج على فيلم مصري، وهتلاقي المصري بيتفرج على ماتش للرجاء او الصفاقسي او النجم الساحلي، او يتفرج على لطفي او يسمع لطفي بوشناق، او صبري الرباعي، او لطيفه، او فيلم الهند صبري، او لدره. هي دي دلوقتي العلاقات، واخد بالك؟ هي رياضيه فنيه ثقافيه فقط لا غير. لكن فيما عدا ذلك قعد الزعماء مع بعض بيقعدوا يتخانقوا، واخد بالك؟ وكل واحد بقى ليه مصالح. دلوقتي انا ليا مصلحه ادمر سوريا، لا دي انا مصلحه يدافع عن سوريا، واخد بالك؟ وللاسف الشديد معظم المعارك دلوقتي بقت معارك عربيه على الارض عربيه. الى اي مدى يتحمل الزعماء والقاده العرب اللي اكيد اللي سبقوا الوضع اللي وصلنا له لحد الان، في تشتتهم، في خلافاتهم، في تصدعاتهم، في عدم ثبات الرؤيه، في عدم ثبات وتجانس المواقف العربيه؟ احنا نتذكر سعاده المستشار في كل المؤتمرات او القمم العربيه التي تسبقها جعجعه وزوبعه اعلاميه او فرقعات اعلاميه في كل الدول العربيه وتغطيه اعلاميه استثنائيه. نتحدث في الاخير على بيانات جاهزه قبل عقد القمه العربيه فيها تلك الكلمات اللي تعودنا عليها: الشجب والاستنكار والتنديد وغيرها من الكلمات التي حفظناها ومللناها. شوف حضرتك، طول فترة الحكم بص، مفيش حاكم فرعون، يعني مفيش حاكم بيتولد فرعون. الشعوب التي تخلق الفرعون وتصنع الفرعون. بمعنى أي حاكم بيجي أول فترة حكمه بيبقى مع الشعب ومع الناس في وسط الناس، وبيتكلم ببساطة وما بيسرقش وما عندوش فساد. الناس بقى بيألهوه، ولما حد ينتقده اوعى تيجي ناحيته بقى إله. ده اللي بيصنع الفرعون. وبعدين لو في إعلام بينتقد هذا الحاكم، الإعلام ده بيمنعوا الحاكم يتفرج عليه. يعني لو ما قدروش يمنعوا الإعلام يمنعوا الحاكم ويحجبوه عنه يشوف. وده أنا شفته يعني فترة كبيرة. حسني مبارك ما كانش بيتفرج على التوك شو آخر أيامه، يعني 10 سنين أخيرة، لأن كان بينتقد النظام. مغيب تماما، ما كانش بيجيب له جرايد بتهاجمه خالص، خد مني أنا، إلى أن فوجئ إن الناس بتقول له امشي. هناك ماكينة أسقطت حسني مبارك بطريقة غير مباشرة، حاولت أن تحميه أو أن تدافع عنه أو تحجب عنه رؤية، أو تحجب عنه الرؤية والحقيقة. للأسف كان ممكن حسني مبارك يصلح الأخطاء والخطأ اللي هو أصله مش إله، ده بني آدم إنسان. وهذا هتلاقيه في كل الدول العربية. الحاكم لما بيقعد فترة كبيرة من السنين بيحكم، هو بقى كمان جواه الآلة كبشر بيتحول إلى إله، واخد بالك؟ أنا الحاكم، أنا الآمر، أنا الناهي. وعشان كده لما جيت رئيس نادي 2005 أول مرة من حوالي 11 سنة، ففي ناس من أنصار المنافس بتاعي اللي سقط كانوا عندي هنا، فالناس بقت مندهشة، قالوا لي ده كان مع فلان. قلت لهم لا، عمره ما كان معاه، ده مع الكرسي. مع الكرسي؟ الكرسي نفسه. هو مش معايا ولا مع اللي قبلي ولا مع العب بعدي، هو مع نفس الكرسي ده، كرسي السلطان، كرسي الحاكم، هيدنوا معاه. اوعى تندهش، ده عالمنا العربي. انا مع الكرسي مش مع اللي قاعد على الكرسي، لان الكرسي هو اللي بريق. ودليل على كده المثل اللي بيقول لك ايه: لو العمده مات ما حدش بيمشي في جنازته، لكن لو كلب العمده مات هتلاقي البلد كلها ماشيه وراه. صحيح. عشان العمده هو الكرسي. صحيح. اخطر شيء في الدنيا. صحيح. أكيد الحوار مثير جدا مع المستشار مرتضى منصور. سنواصل الحديث فيما تبقى من محاور بخصوص المشاكل السياسية والاجتماعية يعني الاقتصادية في العالم العربي وأيضا الرياضية، لكن بعد أن نتوقف للحظات مع هذا الفقر. عود مشاهدينا الكرام وفي قناة حنبال الفضائية التونسية في هذا الجزء الثالث من حوارنا الحصري مع المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، وأيضا
ممثل وعضو بنادي الشعب، أو خلينا نقول هو نادي بالفعل، هو نادي يجمع يعني فسيفساء من المصريين بمجلس الشعب أو مجلس النواب كما نطلق عليه في تونس. تحدثنا سعادة المستشار عن الكراسي ومشكلة الكراسي واللهث وراء الكراسي ومشكلته وأزمة العالم العربي والحكام العرب والساسة العرب. هو الكرسي والشعوب العربية والشعوب العربية هو الكرسي. هو بيجري ورا الكرسي، مش يعني ما بقاش هو مش مع اللي قاعد على الكرسي، هو مع الكرسي نفسه. هات اي حد هات طفل. هو الملك فاروق دون مش كان جاي طفل عنده 16 سنه تقريبا، سنه 36 كان جاي طفل، خلاص عملوا كده للطفل. واخد بالك؟ لو تحدد لنا السرعه التي يسير فيها المستشار مرتضى منصور نحو الكرسي. نعرف علاقتك بالكرسي، كرسي الرئاسه، كرسي الزعامه، كرسي الرئاسه حتى في الزمالك، وايضا ترشحت، كانت ليك محاوله انك حبيت تترشح لرئاسه جمهوريه مصر العربيه سنه 2012. علاقتك بالكرسي؟ شوف، علاقه الكرسي انا اكره هذا الكرسي، وانت اللي جايب دلوقتي المكتب بالعافيه اقعد فيه. انت زي ما شفت كده انا طول النهار في وسط ايه؟ وسط الناس. عايز اي مسؤول ينجح خليه وسط الناس. عايز اي مسؤول يسقط بعد ما يجي بشويه حتى يسقط معنويا قدام الناس، قعدوا في غرفه مغلقه على هذا الكرسي وقفل عليه الباب. وانا رئيس محكمه كنت فاتح باب المداوله على طول، اي حد عايز يخش يكلمني وانا قاضي. واخد بالك؟ وانا في مجلس النواب، انا في فيلتي في بشالوش مركز متغمر، قدامها ارض كبيره كده بتاعتي بتاعت ربنا يعني. واخد بالك؟ ليه قاعد فيها، وكل واحد بيجي عليه مشكله يقعد يحكي لي وانا قاعد. مفيش حجاب بيني وبين حد. وانا رئيس نادي الزمالك زي ما انت شايف انا بلف مع الناس. على فكره وانا كمان رئيس لجنه انديه مصر الحمد لله. الانتخاب 3 مرات ورا بعض. دليل ان الكرسي لا يعنيني ان انا كنت رئيس محكمه استقلت من على المنصه. دليل ان على الكرسي لا يعنيني ان استقلت مرتين من رئيس نادي الزمالك. ربما لتثير الانتباه، لتجلب الاضواء، وانت في النجوميه والاضواء تسبح يعني يمينا وشمالا يعني. سادة بالله. لا اله الا الله. احيانا بحضر افراح فيها عدد كبير من نجوم السينما، الناس بتيجي تصور معايا انا. طب انا اقول لك حاجه، انا كنت سهران بتعشى في احدى الفنادق الكبرى، وكان موجود عمرو دياب واحمد ادم، مجموعه من الفنانين. تعرف احمد ادم دمه خفيف، فكل الناس جت صورت معايا. فاحمد ادم بص لعمرو دياب قال له يا نهار اسود خلينا نمشي، ده الناس بتصور معاه، هو مش بتصور معانا احنا. كنت في فرح برضو من حوالي 4 ايام، بنت احد المنتجين او ابن احد المنتجين. فوقف انا بقول لك بالاسم، وقف خالد الصاوي الممثل وكان معاه زوجته. فجاه كده قال لي، كان كل نجوم مصر موجودين، قال لي عليها الطلاق من بيتي من ساعه ما اتعملت محاكم مختلطه. افتكرت انا اتكلمت في القانون، اللي هو اصلا مع الاستاذ والده كان استاذنا يعني في القانون، الاستاذ جمال الصاوي الله يرحمه. لم ارى في حياتي لا محامي ولا قاضي الناس كلها بتصور مع سايب النجوم. فانا مش يعني الحمد لله بفضل ربنا يعني مش محتاج، ما انت شايفني طول ما انا ماشي في وسط النادي الناس والاطفال والكبار. فقصه التصوير دي بالنسبه لي او النجوميه او الشهره يعني بتجي لك لحظه من اللحظات خلاص. لكن صراحه بتعتبرها حب من الناس. يعني حب الناس ده حاجه طبعا يعني دي تبقى نعمه من عند ربنا، بس بسيط جدا. تشعر بانه الناس كل تحبك ولا في ناس تحبك وناس تخاف منك؟ هو اللي تخشاك. اللي بيخاف مني اللي ما يعرفنيش، واخد بالك، اللي هو بيشوفني في التلفزيون. بس عايز اقول له اللي في التلفزيون ده مش انا، ده شخص تاني خالص. اللي بيشوف التلفزيون ده الشخصيه مش الشخص. عايز تعرف الشخص تعالى قابله، تعالى قابله في النادي، تعالى قابله في البيت، تعالى قابله في الشارع. ده الشخص، ده مرتضى منصور. لكن الشخصيه اللي انت شايفها دي بقى، دي الشخصيه السياسيه الرياضيه اللي احيانا بيبقى عنيف، واحيانا يبقى لسانه طويل، واحيانا يبقى مؤدب، واحيانا يبقى اسد، واحيانا يبقى يعني لازم تستعمل كل هذه الاساليب حتى تتعايش. دي الشخصيه مع الناس في هذه الشخصيه. دي الشخصيه يعني انما الشخص اللي انت شايفه العادي اللي هو متواضع بيقعد مع الناس، بعد ما اخلص هتلاقيني قاعد على اي مصطبه من اللي انت شايفهم دول، الاطفال حواليا والناس تقعد معايا. ده الشخص، وفي بيتي كده على فكره. اما الشخصيه لا، ده ليها يعني، لانك انت في مجتمع، انا بعتبر مجتمع ده غابه، في اسد وفي الحمار وفي الفيل وفي الارنب وفي كل الاصناف دي. فانا احب ابقى في المجتمع في الغابه دي اسد. اي الحيوانات يمكن تطلق على نفسك او تعتقد انك موجود؟ اسد، ما بخافش بمخالبه خالص ولا بخاف. قالوا لي الالتراس اول واحد تصدى له، قالوا لي بتوع 25 هنا روح تصدى له. نظام حسني مبارك واحد تصدى له. مرسي ده كنت بقول له في التلفزيون على الهوا، نعم وحياة امك انت هتهزر معايا؟ انا اسد ما بخافش.
ليه؟ لان ربنا سبحانه وتعالى خلقني اسد رغم انا برج الجوزاء. واخد بالك؟ فالحمد لله بفضل الله. وبعدين ربنا سبحانه وتعالى لما يحب بني ادم بيأمر الملائكه تنزل الارض وتقول لمخلوقات الله حبوا هذا البني ادم. انت مغرور مستشار؟ لا، انا واثق في نفسي، واثق في علاقتي بربنا سبحانه وتعالى 100%. اصل المغرور ده هتلاقيه قاعد زي ما قلت قاعد في المكتب ما بيقابلش حد. المغرور ده الناس، او اللي هو بتكلم على الشخص مش الشخصيه، الناس تحس انه برج عاجي مش هيجي. شفت الاطفال الصغيره بتعمل ايه؟ عامله ازاي الاطفال؟ انت مصور. صحيح. لو انا مغرور ولا العيال هتخاف مني. هل ينطبق عليك المثل اللي يقول شاكر نفسه يقرئكم السلام؟ لا مش واخد بالي، ده تونسي يقول لي يعني شاكر نفسه، من يمدح نفسه يسلم عليكم يمسي عليكم. يعني شوف الذي يمدح التونسي يقولوا هاني شاكر بيمر يعني من امام البيت او بيمر امام المكتب، اللي يشكر نفسه نسميه اما هاني شاكر او شاكر نفسه يقلكم السلام. لا ده هاني شاكر ده لا ده هاني شاكر ده راجل اولا زملكاوي، ما في تراث باسمه اللي احنا كنا فيه فوق ده باسم هاني شاكر. لا انت تشكر ربنا سبحانه وتعالى على النعم اللي اداها لك. يعني انا طول النهار وطول الليل في سري وفي العلن بشكر ربنا. عشان كده بعض العيال بطلع بشوف في برامج الملحدين يقول لك ايه استغفر الله العظيم، فين ربنا؟ الكلمه اللي بيقولها فين ربنا دي ربنا اللي مديله النطق اللسان، هو ربنا مديها له. واخد بالك؟ يقول لك انا مش شايف ربنا، العين اللي انت بتقول مش شايف بيها ربنا اللي مديها لك. واخد بالك؟ وعشان كده بعتب على بعض البرامج دول ما يجوش. ده الملحد ده بالجزمه القديمه اللي مش شايف نعم ربنا وخير ربنا اللي مديك الصحه ومديك المال. ومش مشكله انك انت المال تبقى غني، المال انك بتاكل بالليل لقمه هنيه وتتعشى وتنام. واخد بالك؟ انا كنت لما كنت قاضي كنت انا مجموعه من القضاه زملائنا في نادي القضاه، كان بيبقى في جيبنا 10 جنيه، كنا نبعت نجيب كشري من الراجل في عند الشمبليون وناكل الكشري كاننا اكلنا حمام وفراخ. القناعه كنز لا يفنى. القناعه الشبع ده مش شبع بطن، مش شبع فلوس، شبع نفسي، انك تبقى مقتنع باللي ربنا اداهولك. هل عندك قناعه الان انك حققت كل ما تصبو اليه او وصلت الى تحقيق حلم من احلامك، انك موجود في مجلس الشعب، موجود على راس نادي من اعرق النوادي العربيه والافريقيه، ربما لديك احلام اخرى تكرر التجربه عن الانتخابات الرئاسيه مثلا وغيرها، هل توقفت احلام المستشار مرتضى منصور عند الحد ام ما زالت في ربما في طور الانجاز وفي طور الحلم الذي قد يتحقق؟ عندما يتوقف طموح الانسان فاعتبره انه قد مات. طموح لازم يستمر معاك. طب ما انا كنت من 2000 كنت عضو مجلس نواب، يعني من كام سنه؟ من 16 سنه مش كده؟ رئيس نادي من 11 سنه من 2005. ماذا تغير بين مرتضى منصور سنه 2005 ومرتضى منصور رئيس نادي الزمالك 14 و15 و16؟ كتير طبعا، تجربه والسن والاخطاء ومعالجه الاخطاء لا ده كل يوم بيمر على الانسان لازم يستفيد. طبعا اتغيرت 80 90 درجه، واخد بالك؟ لكن نرجع بقى للطموح. وليه لا مرتضى منصور يكون رئيسا لمصر؟ ما زال لديك هذا الطموح؟ ليه لا؟ على ماذا تعول لانجاز او لتحقيق هذا الحلم صح التعبير؟ شعبيتي في وسط الناس. في كثير من الناس اللي ما يحبوش مرتضى منصور، جماهير الاهلي، جماهير لا بالعكس، انا جماهير الاهلي بتصور معايا في الشارع زي جماهير الزمالك. لا اللي بيكره مرتضى منصور هو كل فاسد وظالم، هم دي قضيتي. وانا ضد كل فاسد ظالم، والظالم ده ارهابي. هل انت نبي في قومك حتى تحارب الفساد او تقاوم الفساد؟ انا اول كتاب اتعمل عني اسمه مرتضى منصور ضد الفساد، اسمه كده، هذا يجي نسخ منه، مرتضى منصور ضد الفساد. هل تعلن من خلال هذا الحوار او من خلال هذه الاستفزازات ان صح التعبير، لما واحد يحكي يقول انا ضد الفساد واول كتاب تعمل انه مرتضى منصور ضد الفساد، انك ايديك بيضاء، يديك بيض، شوف نظيف، بص. ما تعديتش على ناس، ما اخذتش حرام، ما اخذتش حاجات ما عندكش انت مش متاعك؟ شفت، وانا قاضي، انا مثل كل القضاة والشرفاء بتوع مصر، ما خدتش قلم رصاص، خلي بالك. وكنت بقعد بالايام قلق جدا، خايف احكم حكم الورق بيقول كلام، الورق القضيه وقناعتي بتقول كلام تاني، وانا قاضي. وانا عضو مجلس نواب، مش عايز اقول لك تعالى شوف انا عامل ايه على نفقاتي الخاصه في دايرتي.
يعني عيب ان انا اتكلم عن انت حتى على فكره الساده المشاهدين، حتى المكتب بتاع سعاده المستشار حاطط انه هذا المكتب انجز ووقع تاثيثه بماله الخاص، يعني كانه رساله لكل من يشكل للستاره، للنجفه، للارض، للسجاده، للكرسي، للتلفزيون، كل حتى الطوبه دي عاملها على حسابي عشان ما احبش حد يقول انه تربح من مكان او استغل نفوذه في مكان. ف نادي الزمالك سفرياتي على حسابي، حتى اولادي احمد داود مجزره بيسافر كل سفرياته على حسابه، برغم ان عندنا واحد بيجي من تونس يروح المغرب، يجي من المغرب عمال يتفسح في مصر واحنا مش عاجبينه، عنده مجلس اداره واخد بالك، يعني استغل وجوده في نادي الزمالك في انه تربح وانه عمال يتفسح، يروح مثلا بيحصل في بروكس يروح ساب الفريق ويروح طلع على فرنسا يتفسح هناك، تونس يروح مسافر، دبي، السعوديه. انا ما عنديش الكلام ده. اللي عايز يسافر يسافر، انا ده رايي وقناعتي واخد بالك. فالحمد لله لما اتربح في يوم من الايام في مكان انا موجود فيه، لا مكان عام يعني وانا قاضي، ولا مكان نيابي زي مجلس النواب، ولا وجودي في نادي الزمالك. على فكره انا موجود في رئاسه، انا موجود في النادي ده في مجلس اداره من سنه 94. صحيح. ماذا كسبت من نادي الزمالك؟ الشهره بقى، مؤلف كتب وبدرس ومحامي نقد ليا اسمي الحمد لله في العالم العربي كله، لكن الناس كلها ما تعرفنيش الا مرتضى بتاع الزمالك. ادتني الشهره طبعا. تتدخل في التشكيله الاساسيه لنادي الزمالك، تتدخل في الامور الفنيه، يعاب عليه كان كثير التداخل وكثير تغيير، يعني على مستوى تغيير الجهاز الفني في نادي الزمالك، 5 مدربين بالتمام والكمال في نادي الزمالك، شيء ربما غير مقبول من فريق في حجم وقيمه الزمالك. والله حصل كام السنه اللي فاتت وخدنا الدوري والكاس، فكان التغيير بيجيب دوري وكاس، اهلا بالتغيير. السنه اللي فاتت قال لك انت دخلت في التشكيل، والله اذا كنت انا فعلا دخلت في التشكيل يبقى المدربين اللي كانوا موجودين بنكله يبقى انا اللي اخد المكافآت. اذا كان تدخلي في التشكيل والتغيير هو اللي جاب دوري وكاس. لماذا توترت علاقتك بميدو؟ لا انا بص يعني انا وصلني معلومات من سيبك من هو فاشل، دي قضيه ثانيه، وهو قطري خلاص، لكن لا اسمح ياكل عيش كما يقولوا بالمصري يعني. لا مش في قطر، لا مش في الخبزه، لا مش في قطر. لن اسمح بسب الدين في رمضان او غير رمضان في نادي الزمالك. لن اسمح بحد في نادي الزمالك يبقى جاي للتدريب سكران، مش هسمح بالكلام ده. وافهم زي ما انت عايز تفهم. لن يسمح بذلك في نادي في عراقه نادي الزمالك. المفروض انا قدوه للولاد. يعني انا النهارده لما اطلع اقول للولاد ما تشربوش سجاير ويلاقوا سيجاره في ايدي، اقول للولاد ما تسكروش ولا انا عمال اشرب خمره، اقول للولاد الدين الاسلامي والدين والصلاه والعماد الدين وعمال اسب الدين في رمضان، هل هتطلع تطلع نشأة وربنا يكرمك؟ لا طبعا. يعني اخطات عند تعيينه في الجهاز الفني؟ بالتاكيد خطأ كبير. ما هي اكبر اخطاء المستشار؟ هو ده. لا في الرياضه. في الرياضه. هو ده. في السياسه؟ لا اصل السياسه انا مهمش، يعني في عصر السادات مهمش، في عصر حسني مبارك مهمش. بقول لك حسني مبارك ده بيقول لك حبيبه، اقسم بالله عمري ما شفته في حياتي الا لما كان بيجي يرزع الكلمتين بتوع مجلس النواب قدامنا كلنا ويمشي. كنت بتصفق؟ عمري ما سقفت. 5 سنين ضد قانون الطوارئ، 5 سنين ضد بيان الحكومه، تخيل بقى. وده رايي ما بغيروش. لكن انت زي ما قلت لك في بعض الحكام اللي لما يلاقوا حد منور يهمشوه، مش عايزين حد منور جنبيهم. في بني ادم بيبقى مسؤول، دي سياستين، عايز لما يكون قوي عايز كل الناس اللي حواليه اقوياء لانه برضه بيقوى بيهم، وفي واحد بيبقى عايز كل اللي حواليه ضعاف عشان يظهر هو اللي قوي. لان انا المدرسه الاولى بحب الاقوياء اللي جنبي. في حكام مش عايزين ده. اللي يعرف التركيبه بتاع مكتب نادي الزمالك او اعضاء نادي الزمالك لا يعرف الا مرتضى منصور او المستشار مرتضى منصور، يعني كل الاسماء الاخرى صغيره او مغيبه او تكاد تكون. اولا لان معظمهم كانوا في قيمتي، نمره 2 ما عندهمش خبره، نمره 3 الاكثر شهره، نمره 4 الممثل القانوني للنادي طبيعي. يعني برغم ان عندي عامل حد يتحدث باسم الفريق وعندي متحدث باسم الفريق بتاع النادي، خلي بالك انا مش متحدث رسمي باسم النادي، لكن الجميل بقى اذا اخفق فريق الكوره او اي فريق يلعن مرتضى منصور وابو مرتضى منصور، واذا فاز فريق باي بطوله فليعيش المدرب واللعيب. وده قدري وانا متحمله على فكره. يعني دايما اي سلبيه انا وتلاقي انا وابويا واللي جاب ابويا، واي ايجابيه شوف المدرب العبقري. يعني محمد حلمي انا اللي غيرت، وفي لحظه ناس عارف محمد حلمي لو كان اتغلب ماتش او تعادل ماتش يا نهار اسود كان ولعوا فيا وفي بيتي.
الثلاث متوشه محمد، شوف عبقريه محمد حلمي، شفت الراجل بقى. طب ورئيس النادي اللي جه في الوقت الناس صغير؟ لا، رئيس النادي ده بقى هنذكر اسمه لما يحصل هزيمه. تعالى بقى الله يخرب بيتك، انت جبت محمد حلمي ليه؟ لكن تحب في نهايه الامر انك تكون المشهور رقم واحد او الشخص الاكثر شعبيه في نادي الزمالك، في مجلس الشعب، في الشارع المصري، في وسائل الاعلام المصريه. انت يا اخي لما تظهر على شاشه التلفزيون بتثير الناس، بتثير اهتمامهم، تجلب انتباههم، واضح. تحاول دائما عن طريق احنا نقول واحنا تعمل الباز تجلب الانظار وتكون الاستثناء في القاعده. شوف اللي انا بقول، انت دلوقتي قبل التصوير شخصيتي هي زي ما انت شايف، شخطت في ده وقلت ما بغيرش، واطلع بره واعمل جوه ما بغيرش. انا راجل بشخصيه واحده كمرتضى منصور، لكن كشخص واحد يعني. لكن الشخصيه اللي بره واخد بالك، انا لا محتاج شهره ولا محتاج منظره. بقول لك طب انا وانت هننزل الشارع دلوقتي خلاص، ما تقولش بقى ده نوع من الغرور. هتلاقي المرور وقف، الناس قاعده تصور معاك، هتقول له لا انت كانت تنزل الشارع توقف حركه المرور في القاهره؟ اقسم بالله العظيم المرور بيقف، اقسم بالله العظيم المرور بيقف. وهنعمل تجربه النهارده انا وانت، اختار اي شارع في مصر وهنزل انا وانت، ايه رايك؟ اي شارع يعجبك وننزل سوا. على فكره دي مش ميزه، دي محبه من ربنا سبحانه وتعالى للشخص، وده معناه الناس بتصدقك. ليه بقى؟ ليه الناس كتيره انكشفت تقول كلام ايام حسني مبارك وتغير بعديه. لو تنزل انت ومثلا عمرو اديب، مين هيكون اكثر شعبيه؟ عمرو اديب هيتضرب بالجزمه في الشارع، خد مني انا. لا لو عمرو اديب راجل ينزل الشارع، انا بقول لك خده ينزل بالشارع وانا هنزل الشارع. في اكتر من كده بقى؟ محدش طايق عمرو اديب. لكن عنده اصدقاء وكان يثني على عمره ما كان مجهودات في نادي هو الزمالك. نفسه طلع يا بيه، هو طلع نفسه طلع قال لك انا طول عمري، هو لا انا طول عمري بكره مرتضى منصور ما بحبوش، عمره ما كان صديقي. لكن الزملكاوي هو يعني زملكاوي واخد الفيزا يعني مثلا، واخد حصانه؟ لا يعني هو كل زملكاوي 100 وكل اهلاوي 5%؟ لا. علاش توترت علاقتك مع هذا الاعلامي؟ لا هو موتر علاقته مع الناس كلها. اولا طلع قال ان شعب مصر ده شتم الشعب كله، كلاب بتاعوي، هي سبب مشكله، كلاب جربانه، كلاب مسعوره. فانا عملت بيان في مجلس النواب وسبته زي كل واحد، مضيت ومشيت. فتاني يوم قال لك البلطجي المجنون المجرم، وانا بقول له رحمه امي يا عمرو يا اديب خليك تندم على اليوم اللي انت اتولدت فيه، بس انا باخد حقي في الوقت المناسب. احمد شوبير كانت علاقه متوتره جدا. الرئيس هو اللي صالحنا، الرئيس السيسي هو اللي صالحته، كان عامل كده لقاء واحنا ومعادني جنبه، وبعدين كل ما يقول لي وان السلام ولا رايك يا استاذ مرتضى، والمحبه بين الناس ولا رايك يا استاذ مرتضى، والمتخاصمين ولا قلت في الاخر يا فندم هو حضرتك في ايه؟ هو كل الحديث الاستاذ مرتضى. فضحك كده وهو راجل مؤدب يعني، وسكتنا. وبعدين قالوا في غدا، انا ما بحبش الغدا في اي مكان عام. فجيت امشي لقيته شادد ايدي، قال لي، قلت له انا مروح، قال لي لا استنى تعالى يا شوبير اعتذر لمرتضى. قلت له يا فندم ده مصر كلها كلمتني. قال لي انا امرت. قلت له خلاص، مش عشان انت رئيس ولا لا، عشان انت راجل مؤدب جدا. السيسي على فكره مؤدب جدا. هو الفرق بين السيسي والسبسي ايه؟ نقطه دلوقتي خلاص، صح كده؟ صحيح، نقطه بينهم وبين بعض. مدحت شلبي ده جه انقذ تونس، ده جه انقذ مصر، دي نقطه ودي نقطه. مدحت شلبي بس مزعلني منه الصبغه الكتير، لما بيضرب صبغه كتير السودا دي بتاثر على النافوخ. انت عارف الصبغه بتنزل برضه في النافوخ، واخد بالك؟ الراجل عايز يعيش وبيحب كل الناس، يعني مش عايز يزعل حد. يعني في اعلامي يعني ايه، واخد بالك، وشاله بكه وملا بكه، هو انا بس ما اسمحش بالكلام ده، لكن هو راجل عايش يعني. خالد الغندور بحالات عشان يثبت ان هو يعني اولا هو منحاز للزمالك، وبعدين تيجي لحظات يروح مهاجمني انا عشان يبين للناس انه مش منحاز للزمالك، حاجه غير طبيعيه. فبيبقى في شد وجذب، لكن هو خالد زملكاوي في النهايه يعني. يقولوا انه المستشار مرتضى منصور احيانا او في احيان كثيره يتخذ قراراته بعد انفعال او عندما يكون انفعال، ثم بعد ما يهدى يتراجع في بعض القرارات التي اتخذها وهو في حاله انفعال، على غرار ما حصل مع شيكابالا. لا انا ما رجعتش عن قرار شيكابالا، انا ما زلت عند رايي. اللاعب اللي ينزل الساعه 2 بالليل من غير اذن الجهاز الفني وعنده ماتش بعد 48 ساعه عشان يروح مع مجموعه عربيه مسلحه اسمها التراس ويشيلوه على الاكتاف، وممكن الواد يضربوا شماريخ، ممكن يجي شمروخ في عينه، انا دافع فيه 6-7 مليون جنيه، يستاذن مني عشان ينزل. لا، لكن عايزك تفرق بين الطيبه والتسامح
وبين التردد يعني انك بترجع في قرارك. يعني انت النهارده مثلا بتلاقي عضو غلط في النادي، خلاص بتاخد قرار بحاله التحقيق وقفه، وبعدين بيجي يعتذر، تكمل؟ ما هو حس بغلط وخلاص، يعني ده انك مكمل معاه ولا تسامح؟ يا اخي كان ربنا اللي خلانا كلنا بيسامح. فالناس واخدين الطيبه دي انك انت بترجع في كلامك، لا انا ما برجعش، لكن في حاجات معينه ما ينفعش ترجع، في حاجات معينه ممكن تتسامح فيها. بينك وبين نفسك وقت اللي تغزر نفسك في المرايه في المرآة، هل تحاسب نفسك؟ من يحاسب المستشار مرتضى منصور؟ انت تشعر يعني حتى لما تمر في النادي ولا في اي مكان، الرجل القوي، الجبروت بين ظفرين، الدكتاتور في الظاهر، في حد ينقدك؟ في حد بيحاسبك؟ انت بينك وبين نفسك تراجع قراراتك، تراجع نفسك بالليل وانت نايم في حاجه اسمها الضمير، تحكي مع ضميرك. اللي ضميره صاحي ده بيقعد يفوقه، انت ظلمت ده، انت غلطت في ده، القرار ده، وارجع على طول، ما عنديش مشكله. يأنبك ضميرك في بعض الاحيان؟ احيانا بتعمل، انت بقى بشر والبشر خطاء، وانا ملاك، يا ريتني كنت ملاك. في البيت علاقتك بالاسره يعني بمثل هذه الصعوبه اللي تظهر عليها ولا انسان غير؟ لا شوف، ما هو في النادي، ما انت شايف في النادي في وسط الناس برضه عادي زي بيتي كنت بالظبط. تعيط ساعه المستشار؟ نعم. كنت تنادي، كنت تصيح، كنت تصرخ؟ ده هنا في مكتب رئيس النادي. في مكتب رئيس النادي. هنا انا اسمي ايه؟ رئيس النادي. تحت انا عضو عادي. زي حضرتك شايف كده، الناس كلها بتكلمني وتسلم عليا. لا في البيت لن تسمع صوتي. ليه؟ لان مراتي خلاص عرفت طباعي، انا متجوز من زمان، عرفت طباعي، ولادي عرفوا طباعي. ايه اللي بيزعلني؟ ايه اللي بيفرحني؟ ايه الاكل اللي بيزعلني؟ ايه الاكل اللي بيبسطني؟ واخد بالك؟ ايه مواعيد نومي؟ ايه اللي بيزعجني؟ خلاص القصه ما تلاقي الخريطه موجوده في البيت. وقتاش يهرب عليك النوم في الليل؟ انا ما بنامش الا بعد صلاه الفجر. لازم اصلي الفجر وانام. فلو عندي جلسه محكمه الصبح بصحى الساعه 8، عندي مجلس نواب بروح الساعه 11، ما عنديش باخد راحتي في النوم لغايه 11 12، واخد بالك؟ لكن انا من نوع الساعه البيولوجيه عندي قلبت خلاص، ما بنامش قبل الساعه 5 ونص 6. عندما تكون لديك مشكله في نادي الزمالك ولا مشكله حتى شخصيه، تنام بالليل يجيك النوم يعني؟ لا طبعا. ولا ما بتنامش؟ لا طبعا، تقرفني. حتى لو في مشكله لواحد صاحبي او مشكله في قضيه عندي لحد موكل عندي، لا تمل بالصداقه، تحكي على الاصدقاء، تمل بالصداقه، يعني وجود بس الصداقه. عددهم قليل دلوقتي. تحس نعيشوا في مجتمع فيه برشا نفاق؟ معظمه. يا ريت يعيدوا فيلم ارض النفاق لفؤاد المهندس، الناس تشوفوا الحبوب اللي كانت بتاخدها بتاع الشجاعه. لا طبعا الساسه اكثر الناس منافقون في هذا العالم وخاصه في العالم العربي. هل انت اكثر الناس منافقين هم السياسيين الان؟ لا، ما هو السياسي مش منافق، السياسي عنده توازنات غير التوازنات بتاعتي. يعني انا ممكن لو انا وزير، واخد بالك، هقعد في الوزاره ساعه وهمشي. ليه؟ اروح هدب على طول. ورئيس الجمهوريه قال لي حاجه مش عجباني اروح سايبه وماشي، عشان دي شخصيتي. لكن 99% هيغير مبادئه وسياساته واسلوبه ومنهجه، عشان ده بيزعل مثلا قطاع من الشعب، بيزعل الاعلام، بيزعل الصحفيين، بيزعل رئيس وزراء، بيزعل رئيس جمهوريه كده. فالسياسي غير البني ادم العادي اللي زينا يعني. هل تعتبر نفسك سياسي ناجح؟ دليل ان انا ناجح ان الناس انتخبتني في مجلس النواب على طول بتنتخبني. من الافضل مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك او مرتضى منصور عضو مجلس الشعب؟ لا، مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك لاني باخد قراري لوحدي مسؤول. انما في مجلس الشعب معايا 595 واحد. واخد بالك؟ يعني انا بقول كلام ال 500 يقولوا غيره. لكن احمد ابنك يوافقك في كل كلام تقوله. هو ده دليل ديمقراطيه. لا مش ده بيرفض اللي انا بقوله. يرفض؟ ما انا بقول لك يقول كلام عكسي خالص. يعني انا كنت ضد ان توفيق عكاشه يطلع، هو وافق. خلي بالك، هو ليه سياسه وانا ليه سياسه، هو انا مربيه على كده. ورايه في مجلس الاداره هو يمكن الوحيد اللي بيبعرضني في جوه المجلس. لانه ابنك ويسمح لنفسه انه يختلف معك. لا ده هو ده. ليه؟ ما انا عندي اطفال صغيرين هيوريك فيديوهات، يقف ولد صغير عنده 5 سنين يقول لي استنى يا مرتضى انت غلطت في كذا وكذا، وبسمعه خليه يديك الفيديوهات دي عادي. شوف، ما دام انت في بتأدي خدمه عامه تطوعي، من حق الناس انها تقول رايها، بس مش حق الناس تتجاوز. بس قول رايك وانتقد كما تشاء. هناك من طعن في وجود احمد في مجلس الشعب.
لا ده ولد ادعى ان هو صديق السيسي، ولد زيه اسمه عبد الله السناوي ولا السماوي ولا زفت الطين، قال لك انا رحت قعدت مع السيسي وزعل ان احمد نجح، الكلام ده كله كذب، وهو اللي بيهاجم دلوقتي رئيس السيسي على فكره. هو اللي بيهاجمه لانه كان عايز حته من التورتايه، الراجل ما بديش تورته لحد فهاجمه. انا بقى لانه عايز تورتايه ولا مش تورتايه، انا اول ما انتقد الرئيس السيسي في التلفزيون المصري، اول واحد انتقده، وفي ناس كتير زعلت مني، قلت لهم والله انا اللي بيحب الراجل ده او اي حاكم ينور له اللمبه الحمراء كل شويه. هل ترى انه مصر كانت محظوظه بوجود عبد الفتاح السيسي؟ شوف عبد الفتاح السيسي كان قدامه 3 حلول. ده كان راجل وزير دفاع ومحصن 8 سنين، كان ممكن ان هو ينضم لمرسي ونفس المنصب بتاعه، ما تفرقش وزير دفاع من رئيس الجمهوريه، واخد بالك، ويبقى ضد اراده الشعب، او كان يبقى مع الشعب ويكشف امره وياخد اعدام، او يبقى مع الشعب والناس تناصره وتقف وراه ويبقى رئيس جمهوريه. ده اللي حصل الثالث، اختار الشعب يعني. ماذا تقول على من يطلق على ما حصل في مصر مع السيسي بانه انقلاب؟ لو هو انقلاب في 30 يونيو، طيب يبقى 25 يناير انقلاب برضه، ما هو اللي بيقولوا على 30 يونيو انقلاب بتاع 25 يناير. طب ايه الفرق؟ بس الفرق الاتي بقى، الفرق ان الشعب في 30 يونيو قال لك ده نظام ديكتاتوري فاشيستي، خلي بالك، وغير بقى الدولة كلها بتتغير، خلي دي ثورة، انك بتغير نظام دولة من دولة يا ريت كانت دولة دينية، ده بالعكس، ده رخص الخمور كانت بتتجدد كل سنة، خلاها كل 3 سنين. محمد مرسي أول ناس استقبلهم في القصر الجمهوري كانت الفنانات اللابسات العاريات على رأيه، واخد بالك، المشخلعات، تمام؟ فكان يا ريته نظام ديني، عارف، لو هو نظام إسلامي أنا معاك، يا سلام، ناس تصلي وتصوم ومفيش خلاعه ومفيش لبس مش عارف ايه، انا معاك في ده. انما هو لا كان نظام ديني ولا كان يتمسح بالدين. فلما تيجي تغيره وترجعه تاني نظام يحترم الاديان كلها، يعني ايه تقطع ودن واحد مسيحي عشان مسيحي؟ ده كان بيحصل للاسف. يعني ايه تحرق كنيسه؟ اذا كان ربنا سبحانه وتعالى اللي خلقنا قال لكم دينكم ولي ديني، ده بيقول لمين؟ ده بيقول لسيدنا محمد، قال له قول للناس انت ليهم دينك وانت ليك دينك. هو ربنا قال لسيدنا محمد هات سيف وقتل في الناس، قال له ايه؟ قال له انت مبشر ومنذر، بس الاول ايه؟ مبشر. وقال له لا سلطان ليك على الناس. اذا كان النبي عليه الصلاه والسلام ملوش سلطان على الناس، انا بقى ليا سلطان عليك اخليك مسلم او مسيحي او يهودي؟ لا. فللاسف ده اللي كان بيحصل، واخد بالك. وبعدين كل الفسده فتحوا مكاتب بره في لندن عشان يجيبوا رجال الاعمال، هتدفع كام؟ وكلهم قرايب مرسي واصحاب مرسي. عصام سلطان على الراجل اللي اسمه العوة، على محسوب ده اللي هربان، ده اللي شكل سعاد حسني وانت شكل سعاد حسني في الفيلم بتاع للرجال فقط، واخد بالك. لا، ما ينفعش الكلام ده، وما ينفعش رئيس جمهوريه يبقى واقف مع مراكل بتاعت المانيا وكل شويه يقعد يبص في الساعه، واخد بالك. ما ينفعش يبقى قاعد مع رئيسه جمهوريه الارجنتين وكل شويه قاعد يصوص البنطلون، يعني عيب، دي مش مصر، ده مش مصر يا جماعه. وبعدين مرسي ده انا بعرفه 5 سنين، انا مطلع له ابنه المعتقل 2002، مع احترامي لكل اللي بيقولوا احنا جماعه اخوان مسلمين، ده راجل عبيط، خد مني انا عبيط، كان اعبط واحد في الجماعه. يعني كان شوف، كان معانا في الوقت ده في مجلس النواب من 2000 ل 2005 كان معانا جمال حشمت مثلا، قد مرسي ده 100 مره، بيفهم عنه 100 مره، خلي بالك. لكن هم كانوا جايبين، شفت فيلم مسرحيه الزعيم عادل امام لما جابوا الواد ابو بيجامه الكومبارس وحطوه يبقى رئيس جمهوريه عشان يسرقها، هو ده اللي حصل بالظبط. القرارات يا بص، خيرت الشاطر كان معايا في السجن، وحسن مالك كان معايا في السجن، كل الجماعات دي كانت معايا في السجن، واخد بالك. انا اتحبست 7 8 مرات، 3 منهم في حسني مبارك، تمام. المعلم كان بتاع السجن كله، مش بقول كده منظره، كان مرتضى منصور، لما كان حد لهم طلب كنت انا بعمله له. لكن انت خليك في الدين، خلاص، علم ولادنا الدين. انما من ساعه ما اتعمل التنظيم الخاص بتاع عبد الرحمن السندي، وقتلوا النقراشي رئيس الوزراء، وقتلوا احمد ماهر رئيس الوزراء، وقتلوا الخزندار القاضي العظيم، خلاص دخل في السياسه. ومين اللي قال انهم لا اخوان ولا مسلمين؟ هو نفسه حسن البنا لما كتب وصيته
واخد بالك؟ فلقوا فلوسيه هؤلاء ليسوا اخوان وليسوا مسلمين. انت اخوان، انا عايز اعرف يعني انت ليك تجربه انك تحكم مصر فشلت، لازم تموتني عشان ارجع مرسي؟ يا عم ما حسني مبارك اللي قعد 30 سنه روح يا ابني روح، اللي قعد سنه بقى مش عايز يروح، يعني حاجه غير طبيعيه، يعني شيء. واحد قعد 30 سنه في الحكم، لما الناس قالوا له روح قال لهم حاضر ماشي تمام. اللي بقى له سنه يا ابني امشي يقول لك لا عايز بقيه ايدي. وانا باكد لك هذه الانتخابات مزوره، وحاتم بجاته اللي زورها تاني امين عام اللجنه العليا، واللي نجح كان احمد شفيق، والكلام ده من وزير الداخليه ليا انا شخصيا اللي كان ايام في ايام الانتخابات تمام. فانت راجل جاي بالتزوير، وهو المشير طنطاوي بصراحه خاف منه، وخاف على البلد، قالوا له هنولع في البلد لو ما اعلنتش نجاح الراجل ده. فخلاص تجربه فاشله ومع السلامه. عايز بقى تبقى ضمن المجتمع، ما تولعش في المحلات، ما تفجرش، ما تولعش في محولات الكهرباء، ما تقتلش ولادنا، وخليك. ما انا ليا جاري اخواني، واللي ساكن في البيت اللي جنبي اخواني، والدكتور بتاعي ممكن يكون اخواني. عيش في المجتمع. انت ليك تجربه فاشله، وتجربتك الفاشله دي مش النهارده، تجربه الفاشله دي من اول ما اتعمل جماعه الاخوان المسلمين سنه كام 36 28 تقريبا، سنه 28 على ما اتذكر. جه الملك فاروق اعتمد عليهم عشان يضرب الوفد ومصطفى النحاس. خلاص عملوا ايه؟ عملوا له ايه؟ كانوا يقتلوه، قتلوا رئيس الوزراء ورئيس الوزراء، وقتلوا له قاضي عنده. فراح حلل الجماعه. جه جمال عبد الناصر، على فكره جمال عبد الناصر كان المكتب اللي جنبه في مجلس الثوره سيد قطب كان مستشاره، اللي اعدم 66 او 64 اللي اعدم. خلاص نفس لعبه الميسر قمار، عايز اخد كل اللي في ايدك في ايد الحاكم لغايه ما اخسر كل حاجه. يعني شوف ملك فاروق عمل معاهم ايه لغايه ما قتلوا له رئيس الوزراء، فراح حللهم ودخلهم السجون. جه جمال عبد الناصر قالوا له عايزين وزاره المعارف، ودي مهمه جدا بالنسبه له، وزاره الاوقاف. الجوامع يعلموا الولاد فيها الاخوان، والمعارف التربيه والتعليم تمام. فرفض، فكانوا يقتلوه في المنشاه 54. وكان معايا 2 وزراء، طعيمه والشيخ البقوري تمام من الاخوان المسلمين، وكان مستشاره الخاص سيد قطب. فجاء رئيس جمهوريه العراق في الوقت عبد السلام عارف طلب العفو عن سيد قطب، كان واخد هو مؤبد، طلعه سنه 64. راح عمل له مؤامره عشان يقتله، راح عادمهم كلهم. ما هو ده الميسر. جه السادات راح مطلع كل الولاد دولت من السجون، خلاص راحوا مقتلينه في الاخر. هو ده القمار السياسي. جه حسني مبارك دخل 88 واحد في مجلس النواب، وكانوا يقتلوه في اسكندريه برضه، وكانوا يقتلوه في بورسعيد. فليه انت بتعمل كده؟ ما انت بتاخد انت عايز تلعب سياسه، بتاخد جزء من السياسه. 88 مقعد في البرلمان دول مش صغيرين، واخد بقى؟ انت عايز تاخد كله، خد كله بقى. حصل ايه؟ خد مجلس البرلمان، وخد مجلس الشورى، وخد رئاسه الجمهوريه، وخد مجلس الصحافه، مجلس قومي لحقوق الانسان. حصل ايه؟ مشوا. هو ده القمار. ابدا بقى صفحه جايه مع نفسك. عايز تبقى مواطن ضمن 90 مليون مواطن، انسى الارهاب، انسى مرسي. علم الولاد في المساجد ازاي يصلوا، علم ازاي الولد في الجامع ازاي يطلع مواطن صالح. انما انت فاكر انك هتقتل ابني ولا اخويا ولا ابن عمي ضابط او عسكري جيش او شرطه او مواطن وهتفجر لي منشاتي وانا هتعاطف معاك؟ لا طبعا. على كل حال كان حوار ممتع سعاده المستشار. الى اي مدى كنت صادق معنا في هذا الحوار؟ كله الحمد لله. شخص وربما رساله تحب تمررها الى شخص معين. لا انا عايز اقول للعالم العربي والحكام والشعوب زي ما كنت بقول لك، اسمعوا اغنيه لطفي مشناق. هذه كيف نهدوها لك في الجينيريك اعتقد اخترتها. خد مني المناصب والكراسي بس اتركونا الوطن. اترك الوطن. اكيد. وطن. شوف سوريا، طفل صغير الولد اللي اسمه اياد اللي جابوا صورته على الشاشه صحيح. في كل البرامج. ده كان من الدمار بيهرب من وطنه. صحيح. غرق. يا ريت كلهم يبقى عندهم ضمير. في ربما سؤال اخير نحب نختم معك. علاش ما تزورش تونس؟ هاجي لكم ان شاء الله. ان الزمالك المصري تحول في العديد من المناسبات للتباري مع نوادي تونسيه، تونس والمغرب وبلدان اخرى. هاجي لكم. هل صحيح انك تخاف من ركوب الطياره؟ امال سافرت دبي والسعوديه والمانيا وايطاليا والدول ازاي؟ مش صحيح. هاجي لكم طبعا ان شاء الله تونس باذن الله. كل الشكر سعاده المستشار مرتضى منصور على هذا الحوار وعلى رحابه الصدر وعلى
طبعا الزيارة اللي قمنا بها في نادي الزمالك للاطلاع عن قرب على ما يحدث في هذا النادي من ثورة، خلينا نقول حولته من فريق رياضي إلى فريق اجتماعي واقتصادي وسياسي في مجتمع مصري يعيش في جو صعب كما هو الحال في تونس. أكيد الرياضة والفن والثقافة هي متنفس للشعوب العربية المصرية والتونسية. وأيضا كل الشكر لمشاهدينا أينما كانوا. حدثناكم هنا من مقر نادي الزمالك من مصر، من أرض الفراعنة، مع المستشار، هذا الوجه الآخر للمستشار مرتضى منصور من مصر. حدثناكم ونقول لكم إلى اللقاء.